شفتوا كده حلقه النجوم، حلقه يعني مجهود والناس اشتغلت وركزت بجد. وعايز اقول لكم حاجه، انتوا شفتوا فرحه الجماهير بيهم عامله ازاي. الناس اللي بتسال ليه الجمهور زعلان في بعض الاوقات وبيزعل في بعض الاوقات، الجمهور بيزعل عشان عايز يفرح، عشان عايز يبقى بالفرحه اللي انتوا شفتوها دي. ومفيش حد في تاريخ، يعني مش عايز اقول الكلام ده عشان في ناس بتزعل مني، بس كره السله في اسكندريه وجمهور اسكندريه في كره السله ده حاجه تانية. ولما بقول ان اسكندريه هي كره السله بعض الناس بتزعل مني، بس بالواقع بالارقام. والنهارده ولادنا اللي انتوا شفتوهم دول اللي بيحققوا المجد كل شويه، واللي ممكن يكونوا بيمروا بكبوات او بيقعوا في بعض الاوقات في كبوات معينه، هم اكتر ناس عايزين يرجعوا تاني لاسمهم وتاريخهم وتاريخ اللي قبلهم، لان هم شايفين ان هم موجودين في المكان اللي بيمثل كرة السله في مصر، نادي الاتحاد السكندري. فبالتالي الفرحه دي فرحه مهمه. قبل ما ادخل على الجزء بقى ونوري نجومنا النهارده ونتكلم معاهم، لازم برضه اتكلم على الجمهور في حته معينه، لان جالنا مناشدات كتير على مستوى البرنامج من ناس كتير، من روابط الانديه، من برضه بعض الناس اللي موجوده جوه نادي الاتحاد، خاص ب يعني دعوه للتخفيف على جماهير جمهور نادي الاتحاد تحديدا في المباريات اللي بيدعموا فيها النادي بتاعهم وبيحبوا يروحوا يشجعوه. هو فعلا هو كان عادل لسه بيكلمني النهارده، انا قلت له فين جمهور نادي الاتحاد؟ انا حزنت ان النهارده نادي الاتحاد بيلعب في اسكندريه وجمهور الزمالك كان اكتر. فهو الامانه اتكلم قال لي على ايه حاجات عقبات كتيره موجوده بتقابلهم. واحنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله يبقى في حلقه خاصه لموضوع الجمهور، ويبقى معانا مجموعه منهم، عشان لازم احنا ازاي نرجع الجمهور، لازم نشوف الملعب ده تاني. وانا تملي احكي على قصه اللي احنا كنا رايحين صاله استاد اسكندريه، كان مباراه الاتحاد والزمالك سله بقى، لا انا ولا الدكتور كمال شلبي عرفنا ندخل الملعب قبل المباراه ب3 ساعات. يعني لما تتخيل الجمهور قد ايه الحشد اللي موجود، يعني واضطر التلفزيون المصري ينقل المباراه على الهواء قدام الزحف الجماهيري بتاع نادي الاتحاد. ونفس الحكايه كان في مباريات الكوره، كانت المباراه الساعه 3، من الساعه 12 الظهر الملعب مقفول. فاذا كان ده ايه كان بيحصل، ايه اللي حاصل دلوقتي؟ ده اللي المهم اللي احنا لازم، خصوصا احنا شفنا الجمهور اللي قاعد لغايه الساعه 8 الصبح بيشجع نادي الاتحاد ومستني الفرقه تيجي وهي شايله الكاس. الجمهور ده يستحق التحيه، يستحق ان احنا نبحث ونشوف ايه العقبات اللي هي واقفه في طريق ان النهارده يملى الاستاد من اول وجديد. ده هيكون في حلقه خاصه وهنعمل له يعني موضوع خاص، وباذن الله تكونوا معانا وتتواصلوا معانا ونجيب عدد من الجماهير ونتكلم معاهم ونجيب كمان مسؤولين يردوا علينا في الحكايه دي. طيب النهارده بقى معانا النجوم في استوديو برنامج استاد الاسكندريه في حلقه مختلفه تماما، وهبتدي بالنجم، نجم النجوم، كابتن انس اسامه، نجم الفريق الاول نادي الاتحاد السكندري كره السله. اهلا بيك يا نجم. اهلا بيكم، نورني. لا بنوركم ومبسوط ان انا معاكم النهارده والله. احنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده. اعتقد جمهور اسكندريه مش عايز اقول لك بقى الرسائل والاسئله والحاجات كلها اللي جايه لك انت تعدل النهارده. لا والله بجد مبسوط جدا بوجودي يعني، يعني فعلا الواحد يمكن ما بقالوش عايش في اسكندريه غير هو داخل على السنه الثانيه، بس لا الواحد حاسس ان هي انت بس اسكندراني قوي. هو اصلا من طول عمري بصراحه بحب اسكندريه يعني. احنا حتى منتخب 16 سنه يعني مع كابتن رفيق يوسف، يمكن قعدنا سنه ونص هنا معسكرين في اسكندريه، بروح القاهره يومين وارجع، اروح القاهره يومين وارجع، فقضيت فترات طويله جدا بصراحه في اسكندريه، بحبها جدا وانا صغير يعني. هنتكلم في تفاصيل اكتر، لكن لازم احيي برضو نجم النجوم، يعني الامتداد الطبيعي لاساطير نادي الاتحاد السكندري دوله. ازيك يا دوله؟ اهلا بيك. نور الدنيا. نور ربنا. من احمد يعني شرف لينا وجودك النهارده. لا طبعا انا متشرف بوجودكم طبعا، وبشكركم ان انا موجود النهارده. طبعا معانا الكابتن سامح صلاح، مدير الاداري للفريق الاول لكره السله. يعني الراجل ده بقى ايه، ما كانش بينام الفتره اللي فاتت، فكان لازم تبقى الحلقه النهارده فيها كل المواصفات. وهتغششني بقى تقول لي كانوا بيعملوا ايه كده. ان شاء الله اتشرفت بيكم، ان شاء الله في حلقه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انت عارف ان بيبقى في كل فرقه جندي مجهول. يعني انت مثلا ايه، عشان الواحد عمال يحكي على تاريخ السله، فمثلا حضرت من اول ايه الكابتن عصام كان مدير اداري، واخد بالك، كان يعني عايز اقول لك ايه اكتر مدير اداري لسه ظريف، اللي هو كان يقنع الناس ان كل حاجه تمام ومفيش حاجه تمام. لا كمان ده فلوس جايه يا اخوانا، مفيش فلوس جايه ولا حاجه، بس هو نيم الناس كلها. فكان اجمل شخصيه ممكن تتعامل معاها، لانه هو كان بيحقق المعادله الصعبه، بيعمل كل حاجه ومفيش في ايديه ولا حاجه.
فده تملي المدير الاداري الناجح. فبرضو انت من الشخصيات الجميله جدا اللي بتعمل كل حاجه وبكفاءه، والحمد لله يعني مهما اقول لك انت اضافه لاي مكان. ربنا يخليك، ده موضوع حضرتك. ده هو كابتن سامح. هبتدي معاك كابتن انس، وهبتدي من البدايه شويه، لان مجيئك نادي الاتحاد السكندري كان بناء على صفقه سماها الجمهور، يعني الجماهير سمت ان دي صفقه تاريخيه او صفقه مهمه، ان انت كنت من الناس اللي الناس كانت مستنيه انها تيجي نادي الاتحاد السكندري، ومصر كلها كانت بتتكلم على الصفقه دي. خلينا نتكلم بصراحه، طبعا كل احترام لنادي الزمالك، كل احترام لكل الانديه المصريه، لكن نادي الاتحاد باسمه وتاريخه اكيد برضو ان انت تيجي نادي الاتحاد بالشكل ده بالبروباجندا دي، اكيد ده كان حاطط عليك ضغط في الاول. يعني مش ضغط على قد ما هو يعني الواحد عارف اسم المكان اللي هو رايح عامل ازاي. تاريخيا طبعا نادي الاتحاد السكندري يعني هو اكبر نادي في كرة السلة في مصر، يعني من ايام طبعا يعني كابتن مدحت وردة وكباتن عائلة ابو الخير يعني هي عائلات على فكره، دي انت عائلات. بس احمد عبد الكابتن اسماعيل احمد يعني اسطورتنا كلنا، يعني الواحد بيتفرج على نادي الاتحاد او بيسمع عنه حتى قبل ما يتفرج وهو صغير. طول عمرنا عارفين نادي الاتحاد السكندري هو ايه تاريخه في الباسكت يعني. طبعا كمان حتى السنه الاخيره، اخر سنه كانت ليا في نادي الزمالك. انا عايز اقول لك انا يمكن جيت نادي الاتحاد كتير مع المنتخب وماتشات الزمالك هنا في النادي. جماهير الاتحاد كانت ممكن مثلا تشتم الناس كلها او تضايق الناس كلها، بس يجوا يسلموا عليا انا وعايزينك تيجي عايزينك تيجي. حتى الحته دي حتى من قبل ما يبقى في اي كلام جد يعني على وجودي يعني، لكن دي كانت حاجه من الحاجات اللي كانت بتبسطني جدا وانا جالس. الجمهور الاتحاد على فكره جمهور ذكي وذواق لكره السله. لا طبعا هو عارف مين المهم في مصر دلوقتي اللي انا عايزه عندي. يعني فعلا هو جمهور الاتحاد السكندري يمكن اكتر جمهور مثقف في اللعبه بتاعتنا. يعني طبعا جمهور الاهلي كتير وجمهور الزمالك كتير، ولكن الجمهور الاتحاد لا، هم فاهمين باسكت، بيتبعوا اللعبه من الصغر يعني. وطبعا دي حاجه بتزود مش بتقلل خالص، بالعكس. يمكن ناس كتير بتزعل منهم اوقات لما بيبقى في طارق كان بيتكلم في الاول ان احنا كلنا جمهور واداره ولاعبين عايزين نكسب وعايزين نفرح مع بعض. ممكن نستحمل اراء مختلفه، ولكن لا، جمهور الاتحاد جمهور جميل جدا جدا يعني انت ما حسيتش يعني انت عايز تقولي انت ما حسيتش بضغط؟ انت لا انت تاقلمت بسرعه واندمجت بسرعه مع الفرقه ومع الجمهور وما كانش عندك مشكله على طول بصراحه. وده اكيد يرجع فضل كبير للعيبه معانا، احمد عادل واللعيبه الصغيره. احمد عادل ده احسن واحد. انت هتقول لي بس انا مش هقول حاجه دلوقتي. يمكن علشان احنا برضو كنا بنقضي اوقات كتير مع بعض في المنتخب. لكن بصراحه انا حسيت ان انا في البيت على طول يعني. بس هل الفتره اللي هي بتاعت السنه ونص بتاعت منتخب 16 دي اثرت انك انت تبقى عايز تلعب في اسكندريه، خصوصا جمهور السله كان باين قوي في اسكندريه؟ مش هقول ان هي ما اثرت، يعني اثرت بشكل دايركت يعني. ولكن هي حببتني في المدينه في العموم. يعني انا طول عمري حتى بقول جو اسكندريه احلى من جو القاهره بكتير. درجات الحراره هنا احلى بكتير، صيف وشتاء على فكره يعني. حتى الشتاء بحب الشتاء هنا جدا. ولكن يعني يمكن عشان انا قضيت فعلا فترات كتير وانا صغير، خلت المدينه ككل لا، حببتني فيها جدا بصراحه يعني. وبعدين كبرنا على ان احنا بنحب اسكندريه، يعني كانت خروجتنا واحنا صغيرين هنروح اسكندريه نقضي يومين ثلاثه ونرجع. دي كانت طول عمرنا الحاجه اللي الواحد بيتبسط بيها يعني. لكن وانت في الزمالك ما كانش الاختيارات متأرجحة، يعني انت واخد قرارك انا هروح نادي الاتحاد؟ هو انا اقول لك على حاجه. انا برضو عشان القرار ده بالذات بالنسبه لي كان على مراحل. بس اخر مرحله او اول مرحله اقول لما بدات افكر ان انا مش من نادي الزمالك، كانت الفكره كلها ان انا لو مشيت من الزمالك اروح نادي الاتحاد. يعني دي كانت وجهتي. خلاص انا مش هقعد في الزمالك، انا همشي من نادي الزمالك، يبقى انا رايح نادي الاتحاد السكندري على طول. ودي كانت الوجهه اللي انا محددها يعني. تمام. دولا يعني برضو لازم اسالك سؤال مهم. انت طبعا انت ابن نادي الاتحاد يعني انت متربي في الشطبي، والموضوع بالنسبه لك كمان الناس بتشوف فيك طول عمرها وانت صغير. يعني انت امتداد، كل الناس بتتكلم في الحته دي، كل الناس بتشوفك امتداد. لكن في وقت كده حصلت زي مش هقول كبوه ولا تراجع، ولكن خلينا نتكلم بصراحه. يعني انت كان في وقت من الاوقات كان في تراجع شويه، لكن المره دي بقى يعني تحديدا الموسم ده تحديدا دولا
طلع فوق المستوى اللي كان عليه قبل كده. يعني دول اللي هو كان متالق، كان نجم وكان مكسر الدنيا والناس دايما شايفاه في حتته ومهاراته وامكانياته. لا الموسم ده مختلف، كل الناس بتتكلم ان الموسم ده مختلف. هل ده حقيقي؟ ممكن شويه مختلف طبعا. يعني مع الوقت بتكبر، فانت بتاخد خبره اكتر، لعب اكتر، فاكيد مختلف شويه. وزي ما انت قلت اكيد كل لعيب بيجيله فتره بيبقى مش اللي هو مش المستوى، بس يعني هو ازاي بقى ان انا قدرت اطلع من الفتره دي وارجع تاني. اكيد بمساعده الجهاز الفني، اكيد مساعده اللعيبه. يعني زي ما انت قلت ان الاتحاد برضو الاجواء فيه مختلفه شويه، احنا اللعيبه كلنا صحاب قوي مع بعض، الجهاز كلنا قريبين من بعض. يعني انا بحس انا ما اعرفش، يمكن ما لعبتش في فرقه تانية غير الاتحاد، بس انا بحس احنا فرقتنا مختلفه عن اي فرقه تانية من حيث الروح القرب بيننا وبين بعض كفرقه. فاظن ده اكيد بتفرق كتير يعني في نفسيه اللعيبه. بس الجمهور كان مختلف، طبعا. والجمهور معاك انت مختلف. طبعا، ما زي ما انت قلت انا متربي في الشاطبي بقى، فيعني انا بالنسبه لي انا الناس دي يعني كنت في وقت من الاوقات وانا صغير كنت بروح اقف معاهم واشجع الناس اللي كانت بتلعب موجوده. فبرضو الجمهور الاتحاد في الباسكت زي ما انا قال هو مختلف عن اي جمهور تاني، بيفهم ممتع يعني. حتى في الماتش تحس ان هو عارف امتى دلوقتي بيعلى، دلوقتي بيسكت، دلوقتي يعني تحس ان هو بيمتع الماتش اكتر. بس السنه دي مختلف، يعني انت مختلف السنه دي وتحس ان في ثبات في المستوى. يعني مثلا السنه اللي فاتت ممكن تلاقي ايه، دول عالي قوي وساعات في ماتشات ما بيبقاش يعني بنفس المستوى. ايه سر الثبات ده؟ اكيد في سر، وانت يعني قول لنا. والله مش اكيد يعني ترجع للجهاز الفني اكيد، ان هو يعني قادر يحافظ او يخليني انا احافظ على المستوى ده. وبرضه السنين اللي فاتت كان بيبقى فيه اصابات ساعات، في اوقات تبقى مش احسن وقت، مش ببقى يعني، وبرجع العب مش ببقى لسه 100% عشان الوقت ضيق. بس الحمد لله السنه دي يعني الدنيا احسن كتير. وما كنتش محظوظ في توقيت المباريات اللي كنت بترجع لها. بالظبط. يعني دايما كنت بترجع من الاصابه على مباراه على صعبه. مباراة نهائي دايما كان بيحصل لك يعني، كده. دايما كانت كده فعلا. فيمكن السنه دي الحمد لله الدنيا مستقره يعني، الحمد لله. الحمد لله. يعني جزء اساسي فيها كان ممكن الكابتن احمد، لان هو يمكن عمل حاجه كويسه جدا، ان هو بدات في روح اللي هي او زي ما احنا بنقول ان استعاده النادي الاتحاد لشخصيه الفريق. طبعا نادي الاتحاد طول عمره لازم يلعب بشخصيه البطل، لان نادي الاتحاد هو في الباسكت يعني هو اللي عمل شعبيه للعبه. أيوة. من الناس القديمه طبعا، مش عايز انسى حد. فاكيد نادي الاتحاد لازم يبقى موجود ليه شخصيه بطل. حتى زي ما قلنا لو كان في السنين اللي فاتت بعض اخفاقات، بس ما تضيعش ان انت شخصيه البطل لازم تبقى موجوده. اي حد بيجي بيلعب في نادي الاتحاد سواء بيلعب معانا او بيلعب ضدنا في الصاله بيحس ان الاوجاع مختلفه. نادي الاتحاد في الباسكت حاجه مختلفه عن انا اظن عن جميع الانديه اللي في مصر. انا هسالك سؤال ولازم اساله لك انت تحديد، عشان برضو لعلاقتك بنادي الاتحاد وان انت متواجد نادي الاتحاد. وجود مدير فني من ابناء النادي على راس المنظومه، طبعا انا مش بقلل من حد، ولكن هل ده بيدي احساس مختلف للاعيبه نادي الاتحاد اللي هم ابناء نادي الاتحاد؟ عارف انت الفكره؟ بص طبعا يعني اكيد وجود ان حد من ابناء النادي بيبقى مختلف واكيد طبعا بيدي طعم مختلف، لان زي ما قلت هو بيبقى عايش اللعيبه عاشته، هو فاهم اللعيبه بتفكر ازاي، عارف اللعيبه عايشه في ايه. لو واحد في مستوى كويس واحد في مستوى عارف ايه اللي بيحصل يعني عايش اللعيبه عاشته، فاكيد ده بتفرق كتير معانا. بتفرق معاك؟ طبعا. وبتفرق مع اللعيبه على المستوى الفني؟ طبعا اكيد. تمام. سامح، خلينا نتكلم بقى على تجربتك، لان التجربه دي هي تجربه صعبه. انتوا جيتوا في تشالنج في الحقيقه، وجيتوا في تحدي كبير جدا في الجهاز الفني الحالي، ولكن وجودك مثلا مع الكابتن احمد عمر في التجربه دي زي ما بيحط على الكابتن احمد عمر ضغط، بيحط عليك انت كمان ضغط، خاصه ان يعني التجربه دي كان فيها مطالبات جماهيريه كبيره جدا، وفي الاول ما كانتش الدنيا، خلينا نتكلم بصراحه، يعني كان في ضغط وما كانتش لسه الدنيا احسن حاجه. تشوف تجربه ازاي وتقييمها مع الكابتن احمد عمر، خاصه ان انت برضو اتعاملت مع مديرين فنيين كتير، يعني اتعاملت مع مديرين فنيين كتير واشتغلت مع مديرين فنيين كتير. وبرضو سؤال بكل دوله بتاع فكره المدير الفني ابن النادي ده، لان في بعض الناس على فكره بتشكك في الحكايه دي، فبتشوف الموضوع ده ازاي؟ اكيد التجربه كان انا اشتغلت مع نادي الاتحاد مع كوتش احمد مرعي وكوتش ميشا فتره صغيره، وكوتش هناك هو مدرب المنتخب دلوقتي. وما جينا اشتغلنا مع كابتن احمد عمر، هي التجربه بدات اللي هو راجل بيضحي النادي وشايف النادي فعلا كان تقبل كاحنا الجمهور ما كانش مستحمل حاجه تخسر تاني، بس هو الناس مش عارفه اللي احنا اكتر منهم، احنا نفسنا مش مستحملين خساره. لو خسرنا دوري كمان السنه اللي فاتت كانت حاجه صعبه جدا، فكان لازم اي حد موجود في المنظومه
خلي بالك هي منظومه، هي لعيبه وجهاز وفي ناس كتير قوي موجوده تشتغل بالظبط. مش باينه. كل دول احنا تعهدنا لو حد هيبقى موجود عشان احنا نكسب البطولات السنه الجايه، احنا هنقدم الكلام ده بالشغل. خلاص احنا مفيش وقت للكلام، احنا نقفل على نفسنا. كابتن احمد عمر عمل اجتماع يوم 1/8، اتفقنا على اساسات. قبليها بكام يوم حصل اجتماع مع كابتن عصام مجاهد رئيس الجهاز وكابتن احمد عمر، واتفقنا على سياسه نمشي بيها. هي في الاخر هي الشغل. انا هخليك تكمل الكلام ده، بس انا هعمل لكم مفاجاه النهارده في الاتصال الهاتفي اللي جاي ده، وهي مفاجاه يعني مش عايز اقول لك، اعتقد كل الجماهير وانتوا هتبقوا مبسوطين بيها. معانا نجم النجوم كابتن اسماعيل احمد على الهواء مباشره في الحلقه دي. انا قلت لكم الحلقه دي خاصه او مختلف، ولازم هتختلف ازاي كمان اكتر غير بوجود نجم النجوم كابتن احمد اسماعيل اسطوره. مساء الفل. صباح الخير. صباح الفل. صح، انا مش عارف الساعه عندك كام دلوقتي بصراحه. هنا يا كابتن اسماعيل. ايوه سامعني؟ وطي التلفزيون. طيب وقت التلفزيون اسمعني. بس منور الدنيا نجم، وببارك لك على الهوا بقى، لان احنا ما اتكلمناش في لحظتها على حصولك على الدوري اللبناني، واعتقد ان انت عامل ريكورد في الموضوع ده بشكل كبير جدا، وشرف لينا ان انت معانا النهارده. اولا انا بتشرف بالمداخله دي معاك كابتن حسن، انت والاستاذ العظيم استاذ طارق اسماعيل. يعني ده 10 سنين وعمر طويل قوي من يعني. كان لسه بيحكي قصه في الفاصل عليك، خلي بالك عشان تبقى عارف هبغششك بعد الحلقه، بس كان لسه بيحكي قصه عليك في الفاصل. كلمتني ايه؟ يعني كنا في الفاصل كان بيحكي قصه عليك، هغششك بعد الحلقه بقى كان بيقول ايه. طيب خلاص. واكيد بالنجوم نجوم نادي الاتحاد، كابتن سامح الجندي المجهول وانس ودوله، دول يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله كده. فانا بتشرف ان انا المداخله دي مع كوكبه من الناس اللي انا بحبها. دايما ابن الاتحاد، وخاصه نجم كبير زيك، اسطوره حقيقيه موجوده النهارده وسطينا. بالرغم ان هو انت طبعا الاحتراف، انا عارف ان انت ملتزم جدا بتجربتك الاحترافيه بشكل كبير جدا، وده اللي انت بتعلمه للناس في الحقيقه، لكن انا عارف ان قلبك الاتحاداوي مكمل معاك في كل حته. فقول لي بقى كنت بتتابع ازاي الموسم ده بقى مع النجوم اللي معانا النهارده؟ والله انا يعني كنت بتابع الماتشات اللي هي بالذات الماتشات اللي هي مثلا الدوري ده تابعته، كاس مصر والشوطه بتاع الدوله اللي هو سرقها مني بعد بطوله دبي. تابعته. واكيد يعني وانا موجود هنا في اسكندريه كان الحمد لله كان ليا الحظ اتفرج على جيم 2 و3 مع نادي سبورتنج، يعني الحمد لله. فانا تابعه لو مش على التلفزيون لاسباب انه مفيش البث ما بقاش موجوده وما اقدرش اجيبها في لبنان، فبيبقى عن طريق السوشيال ميديا يعني. البث ما بقاش موجوده وما اقدرش اجيبها في لبنان، فبيبقى عن طريق السوشيال ميديا يعني. كابتن اسماعيل، اولا احنا انت يعني معانا على الهوا، وعايز اقول لك انت تاريخ طويل محترم، يعني يستحق فعلا كل التحيه مننا. غير كده يعني انا عايز اقول انت قلت تشبيه رائع، ما هي دي شخصيه فرقه الاتحاد اللي كان اسماعيل بيلعب فيها، والنهارده لما دولا يجي بيعمل ده فهو بيكمل الامتداد الرائع بتاعك. فيعني احنا سعداء ان في نادي الاتحاد اللي بيكملوا المسيره الرائعه لواحد من عظماء اللعبه في نادي الاتحاد. حبيبي يا استاذ طارق، ربنا يخليك، يعني ده شرف ليا، وان شاء الله يعني ان شاء الله فيهم الدوري على النادي الاتحاد. انا يعني شايف ان الفرقه عندها امكانيات كبيره ان شاء الله ان هي ترجع الدوري السنه دي للشرب باذن الله، زي رجعنا الكاس ومفيش شك فيهم ابدا، كلنا اصدقائهم ودعم ليهم تماما يعني. طيب معاك كابتن انس الاول، يعني معاك دايركت كده وبعدين بقى خش على حبيبك دول. ازيك يا اسطوره؟ حاول تقف في حته فيها شبكه بس يا اسطوره. تمام كده، سامعنا؟ سامعك بس مش واضح قوي. تمام. على فكره الشبكه عندك انت. انت عارف ان انا صوتي رهيف. انت ناعم. انت ناعم بسم الله ما شاء الله. اتفضل. يعني والله بجد اتبسطت ان انا شفتك الماتشين اللي فاتوا، ويمكن على فكره اسماعيل يمكن هو ما يعرفش يعني، بس سبب من الاسباب اللي كانت مخلياني عايز اجي نادي الاتحاد هو ان انا اجي العب معاه.
اول ما جيت مشيت. دي طبعا دي بقيه القصه. يعني ما حصلش نصيب وهو قرر يرجع لبنان تاني. بس يعني طبعا كابتن اسماعيل من الناس اللي الواحد بنتعلم منها. يمكن ما بحبش اتكلم على حد قدامه عشان بس انت عارف انت كابتن اسماعيل ممكن بس يعني واحد مش محتاج يكبر علينا. يعني هو كابتن اسماعيل راجل عمل كل حاجه في الباسكت. هو بس مش اسطوره نادي الاتحاد بس، لا هو اسطوره راجل في 48 سنه، صح اسماعيل؟ 48 وبيكسب 48 شهر 9 ان شاء الله، ما تكبرنيش بسرعه. يعني بالعكس، يعني الواحد بيتعلم منه الالتزام، بيسمع قصصه وفعلا كان ليا الشرف ان انا ازامله، يمكن حتى لسه فتره شويه صغيره، ويمكن يبقى لينا عوده يا سمعه ولا ايه؟ معقول ما تعرفش. بقول لك اول ما معانا لحد 50 بقى. ان شاء الله. انا مشيت مش عشان هربت منك، لا، لان انا لقيت انه حد يستاهل يستلم الرايه فسبتها لك في ايد امينه ورحت. لا الحلقه دي كده ربنا يخليك والله يا سمعه، ربنا يخليك. لا حبيبي يا انس، يعني انت شهادتي فيك مجروحه، انه ان شاء الله يعني قد ايه انت اضافه في نادي الاتحاد. ودي يعني دي ميزه انه من احسن لعيبه في البوزيشن اللي بتلعب فيه، بوزيشن 5. هو من احسن اللعيبه الموجودين في مصر، فوجوده في نادي الاتحاد طبعا بجانب بقيه زمايله، لانه هي في الاخر احنا بنلعب لعبه جماعيه، مش بنقف على لعيب واحد بس هي بتبقى زي البازل وكله بيركب بعض. فانس بعتقد البازل كانت كمان مفقوده، هي مش مفقوده بس في الاتحاد، مفقوده في مصر كلها، انه تلاقي لعيب على الهاي ليفل ده بالاخص من ناحيه الديفنس، وقد ايه هو بيبقى قافل لك السله في وقت من الاوقات. ودي بتبقى محتاجها مع فريق زي فريق الاتحاد شويه، النزعه الهجوميه عندهم اعلى من الناحيه الدفاعيه، فبتبقى انس وجوده ضروري جدا من الناحيه الدفاعيه مع الفريق، واكيد اوفنسيفلي بيساعد يعني. دي مهمه مرميه على عاتقك ان شاء الله، ان انت الدوري ان شاء الله يرجع للاتحاد السنه دي باذن الله كمان. والله يعني زي ما انت قلت يا سمعه، يعني هي بازل فعلا. يمكن التشبيه ده اكتر تشبيه يمكن نحط فيه البرسبكتيف بتاعت الباسكت، يعني ان هي بازل واحنا كلنا بنحط الجزء بتاعنا، كل واحد بيهتم بالجزء بتاعه باقصى قدر بحيث ان احنا نكمل بعض يعني، وان شاء الله نرجع الدوري السنه دي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. يعني كابتن اسماعيل اتهمك اتهام مباشر على الهواء. حبي انت سرقت الثلاثيه. لا طبعا سرقت طبعا، عنده حق. انا اتغصت بعد الماتش على دبي ده فسرقت منه الثلاثيه. بيغير مني حقودي. بص طبعا كابتن اسماعيل يعني اسطوره وقدوتنا، وانا يعني ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان انا ممكن الراجل كنت بروح وانا صغير اتفرج عليه وابقى بس يعني عايز اسلم عليه ان انا العب معاه في فرقه واحده. اي نعم انا طلعت عينه في السنتين اللي هم لعبوا معانا فيهم انا متاكد، بس طبعا ده كان شرف ليا وكان يعني امنيه اي حد يتمنى ان هو بس يزامل الكابتن اسماعيل في الملعب، ويعني اتمنى ان يرجع تاني بيته قبل ما ينهي يعني مسيرته، يعني بعد 10 سنين كده ان شاء الله ويجي يلعب معانا. طبعا ده تبقى شرف لينا يعني. حبيبي يا دولا انا يعني انت ابعت الصوره بتاعتي انا وانت. لا مش الدرجات يا سمعه. اخليها دولا انا يعني انا عايزك ده في تهديد. لا سمعه لا الصوره دي مش هينفع، تعمل مشاكل انت كده. دولا فعلا انا مش هعتبره بس لعيب كان معايا في النادي، هو دولا زي عشان مش هقول اخويا الصغير، هو ابني، لان انا دولا انا معاشره من بره الملعب وهو طفل بمعنى اصح لغايه ما عاشرته في الملعب، وانا يعني حاسه بصراحه فعلا متغير عن كام 3 سنين لعبناهم مع بعض تقريبا. زي ما هو كان بيتكلم في اول اللقاء، يمكن انه هو الخبره ووجوده في الملعب دي بتزيد من شخصيته، بتخليه يتعلم. اوكي، انا دولا بالنسبه لي هو الدينامو او بتاع نادي الاتحاد، وطول ما هو سايق بتلاقي نادي الاتحاد في امان، لانه بيعمل حاجات كتير بوزيتيف غير فكره السكور. هي مش فكره ان هو يطلع الجيم مخلصه ب 20 او 23 او 25 نقطه، لا دولا على طول من الناس اللي هي ديفنسيف اللي عندها دور كبير،
دور الستيل اللي بيعمله، الاسيست اللي بيعمله، تجرية الملعب مع فريقه، وبالذات في وجود انس فبيريحوا لحد ما اوفنسيف، لان هو حاسس بسبورت معاه سواء داخل ليا ففي حد هيلم قدامه ريباوند، اليوب بيديها له شوطه. ف دول انا بس اللي عايز اقوله له انه دورك كبير ان شاء الله في الفاينل السنه دي، وطول ما انت هادي ومسيطر على الامور ان شاء الله الاتحاد بخير، ونقدر ان شاء الله كمان نرجع الدوري لاسكندريه باذن الله ان شاء الله. كابتن اسماعيل، كل الناس اهو لعيبه جمهور مهما اقول لك بيسالوا وارد ان الكابتن اسماعيل يختتم حياته برضه في نادي الاتحاد؟ والله يا استاذ طارق بص، هو شرف ليا اكيد، وانا الواحد بيتمنى اكيد نادي الاتحاد ليه كبير، يعني ليه دين كبير في رقبتي، وانا مهما عملت مش هكفي الدين ده. بس انا يعني غالبا لبنان خلاص الوضع هناك مرتاح عليه الحمد لله. الدور بتاعي هناك اعتقد هيبقى توظيفه اقل بكتير من الدور بتاعي، لان انت كل سن وليه حكمه. فانا يعني ما ينفعش دور كبير في نادي الاتحاد اخده دلوقتي، ومعاك اوريدي لعيبه بسم الله ما شاء الله، سواء انس او بيبو او هيثم او علي، يعني عندك في تقريبا في البوزيشن بتاعي في لعيبه كتير موجودين على البوزيشن ده وشباب. فالطبيعي انه يستلموا الرايه، وان شاء الله هم معاهم الفريق هيبقى بيوصل لبر الامان. في لبنان وضعي الدور اخده دور صغير في الفريق، انه مطلوب مني من 10 ل 15 دقيقه في الجيم، دوري يمكن شويه قيادي بره الملعب مع اللعيبه اكتر منه جوه الملعب. على فكره انس بيقول كده. انس قال الجمله دي تحديدا، قال احنا عايزين ده دلوقتي، ما تيجي معانا وتعمل نفس الدور ده. انتوا عايزين الدور ده كمان؟ بص يعني في كل الاحوال هم عايزينك. ما انتوا معاكم جندي مجهول عامل الدور ده بصوره ممتازه. صراحة كابتن سامح يعني يمكن انا ما كنت عايز اقول برضو بصراحة ان كابتن سامح واحد من الناس، ومش هو لوحده، لان طبعا هو قال ان في ناس كتير قوي تحته وناس كتير قوي بتشتغل من ورا الكواليس، بس كابتن سامح واحد من الناس يا جماعة يعني عارف انت زي كابتن اسماعيل كده اسطورة، لا كابتن سامح هو اسطورة الادارة الرياضية في مصر. مش هو كابتن سامح له دور مهم؟ اقنعه بقى. دورك اقنعه بقى يا كابتن سامح. عندك ده كابتن طارق اتفضل يا كابتن سامح. لا حاجه كبيره، وما جيت اشتغلت في نادي الاتحاد واشتغلت مع القرب طبعا التفاصيل والاخلاص والبني ادم مش في رياضه بس، يبقى عارف اللي عليه قبل اللي يبقى ليه، دي بنفتقدها احنا حتى في حياتنا. فطبعا سمعة حاجه جميله جدا تتعرف عليه وتشتغل معاه وتزابله وتعرفه. طبعا كنت مبسوط ان انا يعني كنت اداري وهو اسطورة النادي في وقت قصير، وان شاء الله تبقى فترة تانية. وحاجة تفصيلة صغيرة، يعني هو جاء من لبنان لمصر بالليل، تاني يوم كان في ملعب برج العرب في ماتش سبورتنج، مش مرة دول مرتين. فده بص الحب والاخلاص لا انا عايز اقول حاجة يعني بص يا كابتن اسماعيل، عايز اقول حاجة يعني بأمانة. انا رحت طبعا لبنان كتير جدا، فأنا عايز أقول شهادة لله كده يعني أن أعظم سفير لمصر في لبنان هو إسماعيل أحمد. طبعا ربنا يخليك. يعني ده حقيقي، وأنا الحمد لله يعني مهما أحكي يعني كفاية أقول لما كان مع نادي الاتحاد في إحدى الدورات وإحنا رايحين، فأنا كنت داخل أول واحد عشان أختم جواز السفر، فاللي في المطار سألني هو الكابتن إسماعيل معاكم؟ مش عايز أقول عمل إيه يعني، في ثانية كنا دخلنا كلنا على اسم الكابتن اسماعيل احمد. فانت يعني من الناس اللي فعلا احنا بنفتخر بيها، انت واحد من الرموز اللي احنا سعداء فعلا بتاريخك المحترم الجميل. انا واحد من الناس من عشاق، اتمنى انك تختم حياتك فعلا في نادي الاتحاد، مش عشان تلعب او اي حاجة، انما انت وجودك يعني فعلا انا مس فعلا الكلام اللي كلنا عايزين نقوله، ان وجودك بس جنبنا اصبح علامة اطمئنان. حبيبي يا استاذ طارق، يعني انا بتشرف بالكلام ده وبتشرف بكلام كابتن سامح اكيد، لانه هي الامور اللي الناس كتير ما تعرفهاش، انه في امور بره الملعب
بعيد عن الفنيات وعن الباسكت، لو ما بتتعاملش بالطريقه اللي هي مناسبه لكل، وانت تتخيل بتتعامل مع 15 لعيب، انت مش بتتعامل مع لعيب واحد او نجم، يعني لا هي التنس ولا سكواش، 15 لعيب بالجهاز الفني بالاداره، فانت لو ما بتتعاملش بطريقه راضي فيها كل واحد نفسيا ومعنويا بيتاثر. فكابتن سامح هو فعلا يعني ربنا يديله الصحه ويخليه على الهمه اللي هو بيديها للفريق باخلاص، سواء نادي الاتحاد او في بعض الاوقات منتخب. فالامور اللي بيعملها كابتن سامح فعلا امور كبيره بنحس بيها احنا، يمكن الناس بره ما تحسش بيها. مش عايز اقول لك ان انس هيقول حاجه بس لا بعدين بقى هيقول لك حاجه بعدين. يعني اسطوره. انا عايز اقول لك ان اسكندريه كلها بتفرح لفرحك، بتزعل لزعلك، وبتنبسط بس ان انت كده ايه تبقى موجود حوالينا. ده مش رياء، ده تاريخ، انجازات، حب، عشق، حاجات كتير انت اديتها نادي الاتحاد السكندري واديتها للاجيال الجديده اللي موجوده معانا النهارده، اللي هي بتحبك اكيد لحاجات انت عملتها معاهم. وهو ده المثل الاعلى، وهو ده الرمز، دي الرمزيه اللي بيمثلها اسماعيل احمد. عشان كده دايما الناس كلها بتتهافت ان انت تكون حواليها وموجود، واعتقد ده مش هيتغير لان انت بنيت ناطحات سحاب في العلاقات مع كل الاجيال الجديده في كره السله. ده غير اللي انت قدمته لتيشيرت نادي الاتحاد والجمهور عارف كويس قوي. فانا يعني مهما حصل انا ببقى عايز اشوفك، ببقى عايز اشوفك جوه نادي الاتحاد، عايز اشوفك لابس تيشيرت نادي الاتحاد دايما، عايز اشوفك جنبنا. هو ده الاحساس بالاطمئنان والامان بشكل كبير. حبيبي يا كابتن حسن، ويعني هو اللي هيلمنا اكتر كمان ويفرحنا اكتر هو ان شاء الله النجوم اللي قاعدين معاك بالفريق كله باذن الله. فاحنا في ظهرهم، وان شاء الله نبقى لابسين تيشيرتات نادي الاتحاد واحنا بنشجعهم، او المهم نبقى لابسينها وخلاص مش فارقه، يمكن بنشارك معاهم. طيب كلمه بقى تقولها لهم قبل بقى دوري السوبر، قبل نهائي دوري السوبر. اتفضل. ايه قبل نهائي دوري السوبر بقى تقول لهم ايه؟ هم قاعدين معاك على الهوا مباشره، الكلام بقى اللي انت بتقوله لهم في الغرف المغلقه هتقول لهم ايه؟ حاجه شبهه كده ايه؟ بقول لهم انه ان شاء الله احنا عندنا ثقه في قد ايه انتم مقدرين المسؤوليه اللي محطوطه على كتافكم، ان انتم ترجعوا الدوري ان شاء الله على اسكندريه. وهي مسؤوليه مش سهله اكيد، محتاجه بس شويه ان شاء الله كده تركيز وتتلموا مع بعض، وفيها تضحيات. انا عارف لان انا قطعت بالحاجات دي كتير، فيها تضحيات، سواء تضحيات شخصيه او تضحيات على مستوى الجماعه. فان شاء الله ربنا يكرمكم، احنا كلنا في ظهركم، معاكم جهاز فني محترم والاداره كلها معاكم والجمهور معاكم، واحنا اكيد انا شخصيا اي حاجه اقدر اقدمها نفسيا معنويا انا موجود، هم اخواتي وهم عارفين قد ايه انا بحبهم وقريب منهم كلهم يعني. كابتن اسماعيل نورتنا في المداخله دي، ومستنيين حلقه على الهوا بقى طالما انت موجود في مصر، ولازم تكون موجود مع جمهورك كده، انت وحشت الناس كلها، فشرف لينا ان انت كنت معانا ومستنيين الحلقه. ان شاء الله يكسبوا السوبر باذن الله ونطلع كلنا مع بعض واجي معاهم. حلو الكلام ده، خلاص على اهو، يلا بينا ان شاء الله. نور الدنيا يا كابتن اسماعيل، وان شاء الله دايما متالق ودايما فخر لينا كلنا ان شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق، ربنا يخليك. شكرا. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم. عليكم السلام. تعالوا على الفصل الجاي ونكمل مع بعض. قعدنا اعزائي المشاهدين مره اخرى، ودي زي ما قلت لكم كده حلقه النجوم، وهتلاقوا فيها تفاصيل مش موجوده او مش هتشوفوها في اي حته. هرجع مع الكابتن سامح صلاح مدير اداري للفريق كره السله، في الحقيقه بيقدم مستوى راقي جدا، وكنا بنتكلم قبل مداخله الكابتن اسماعيل احمد عن ازاي النهارده التجربه مختلفه، وازاي النهارده التجربه كان فيها اتحاد، في شغل كتير بيتعمل الناس ما بتشوفوش، لازم تعرفوه النهارده، صح كده؟ اكيد طبعا، زي ما اتكلمت قبل مكالمه سمعه، هي منظومه كلها، في اسماء كتير قوي بتتكلم. يعني احنا مثلا ممكن انا ابقى ممثل الجهاز الاداري، لكن هو في ناس كتير قوي في منظومه. في مثلا كابتن احمد بسيوني اداري الفريق، مجهود كبير جدا وحاجه كبيره جدا. في اسلام فتحي واحمد خميس بيشتغلوا شغل كبير. فانا قصدي اللي الجهاز انا ممكن اكون ممثلهم، لكن في مجهود كبير، وده اللي بس انتوا بجد بقى كده، بغض النظر عن الكلام بقى انت عارفه الكلام الحلو ده المزوق، اكيد في حاجات بتشوفوها منهم برضو خالص طبعا. مفيش اي مشاكل، لا مفيش اي حاجه. خلي بالك، ما هو انت لما في مشاكل بتطلعها في مجهود عشان خاطر الدوري فعلا.
احنا الفرقه احنا قافلين على نفسنا بالدرجه غير طبيعيه. بنفكر في كل حاجه موجوده. يعني الدوري يوم 7/6 نهائي الدوري بيست اوف 5 في استاد القاهره. احنا من قبل الموضوع بنفكر ان نرتبه ازاي وهنعمله ازاي. ما احنا بنشتغل كلنا عشان اليوم ده. ايوه بس انت جبت لقطه بس دايما في منظومه زي دي خاصه مع لعيبه ليها اسم ونجوم. يعني انت عندك مش كده، خلينا نتكلم بصراحه، الفرقه دي كلها نجوم صح؟ يعني انس نجم كبير اهم صفقه جت في اتعملت في الباسكت في الفتره الاخيره. عندك دوله اسم كبير، اسماء غيرها طبعا نجوم، كل الفرقه نجوم. فده برضو ساعات في بعض الاوقات بيحط ضغط على الجهاز الاداري والجهاز الفني. اصل هي النجوميه اللي بني ادم عايز دايما يبقى افضل، عايز دايما يكسب، عايز دايما يبقى مجهوده اعلى. فانا بالعكس بيسهل عليا كتير. ده هم طلباتهم قليله جدا، مش طلباتهم كبيره زي ما انت متخيل. هو الطبيعي طول ما المنظومه ماشيه هم قبل ما يفكروا في حاجه احنا لازم نوفرها لهم. بس انا لازم يصير ازاي؟ بس يعني يمكن اتدخل بس. انا عايزك تتدخل في العيب. لا يعني يمكن الموضوع هو كابتن سامح قال لك هو انت متخيل الموضوع بشكل مختلف بسبب واحد. كابتن سامح عنده من الخبره، ودي يمكن شهاده يمكن مجروحه شويه يعني، برضه بتعامل معاه بقالي كتير يعني. بس هو عنده من الخبره ان هو بيبقى عارف انا بفكر في ايه. يعني هو مثلا في ايام مثلا عايزين نعمل تمرين الصبح مثلا، هو كابتن سامح عارف ان احنا مثلا عندنا 3 أو 4 لعيبه ما بيحبوش يصحوا مثلا الساعه 8 الصبح. هو عارف الكلام ده، هو من كتر ما اشتغل مع الناس وكتر ما هو عنده خبرات. وده ذكاء على فكره. يعني انا دلوقتي هو وكابتن احمد بسيوني مثلا في المعسكرات مثلا احنا مش كلنا زي بعض. في ناس بتبقى عايزه تاكل قبل الماتش ب6 ساعات. هم عارفين مثلا انا كأنس مثلا لا انا باخر اكلي شويه. انا مش محتاج ان انا اروح اقول لكابتن سامح ان انا هو عارف. يعني هم وصلت بيهم المرحله من التركيز ومن الشطاره في الشغل صح. ان هو كابتن سامح بيبقى مجهز اصلا الحاجات. النهارده مثلا الماتشات اتنقلت من اكتوبر هتتعمل في الاستاد. كابتن سامح انا جاي في العربيه النهارده بيقول انا حجزت 3 فنادق لحد ما اداره النادي ترد عليا تقول لي يعني واحد فيهم. فهو مش بس بقى بيحضر اول خطوه، لا هم ما شاء الله هم محضرين يعني معدي اللي انت ممكن تبقى متخيله. وهو بيفاجئني في الموضوع ده بالذات. لكن هم بصراحه كجهاز اداري لا يعني ما شاء الله عليك. بس انت قلت كلام مهم جدا. يعني انت دلوقتي بتتكلم على ان اللعيبه ممكن يبقى في مثلا ناس ما بتحبش تتمرن الصبح. هل المدير الاداري في اللحظه دي بيتدخل مع المدير الفني في تغيير مثلا مواعيد التدريبات؟ هو مش بيتدخل يعني بيتدخل هو بيبقى مطلوب منه. لا طبعا يعني طبعا في الاول وفي الاخر هو المدير الفني هو المسؤول عن المواعيد. طبعا مش مختلف معاه. لكن هل هنا المدير الاداري الكفء اللي هو ممكن يلعب دور اللي هو زي حلقة الوصل الجيدة بين اللعيبة والمدير الفني، بحيث انه في الاخر يبقى في توافق على حاجات معينة؟ اكيد طبعا واعتقد ده دور كبير جدا عند الجهاز الاداري بتاعنا، مش بس كمان حتى مع الجهاز الفني ولكن كمان ان هو ينقل الصوره بتاعت حاله الفرقه كلها للاداره. تمام. لان طبعا الاداره المسؤوله عن الفرقه لازم يبقى في حلقه وصل ما بين يعني طلبات اللعيبه وطلبات الجهاز الفني اللي المفروض ان الاداره بتنفذها لنا علشان تبقى اللعيبه دي ترتاح تقدر تأدي طبعا 100%. هو اللي مسؤول عن كل ده. وده ما فيهوش مشكله. هو مفيش مكان ما فيهوش مشكله. ايوه يعني الطبيعي ان في اي منظومه في العالم يبقى فيها مشاكل، ولكن المختلف عندنا السنه دي يمكن اللي انا ما شفتوش في اماكن كتير ان الناس ما بتقفش عند المشاكل دي ومش بتاخدها بصوره شخصيه. يعني ويمكن ده انا شايف ان هو سبب من اسباب ان احنا السنه دي بنطلع من اول السنه لحد دلوقتي. في مشاكل موجوده اكيد، في مشاكل موجوده، مفيش مشاكل، ولكن الناس بتشيل بعضها ودي بتعدوا المشاكل مع بعض. دلوقتي عندنا لعيب دمه خفيف ونجم في نفس الوقت بيعمل مقالب وحياه. ما بيعملش مقالب، بتعمل فيه مقالب؟ لا قول لي طيب. ما بيعملش حاجه. فده بقى ايه الوضع؟ ده خالص ده دول من الناس اللي تشوفها في الملعب حاجه اخلاص غير طبيعي. حتى هو من جواه ما بيبينش الكلام ده. دي انت تشوف في الملعب ومتابعه دايما. انا بحب اتابع اللعيبه خصوصا لما جيت النادي جديد. لا حاجه قربت منه، اتعاملت معاه في المنتخب كتير بس لما قربت منه في النادي لا حبيته اكتر من قرب الناس ليا.
وخلي بالك يعني هي السنه دي بينت الناس كلها احنا صح. احنا السنه دي فعلا انت بتشوفنا في التمارين، هو احنا جايين نتمرن، احنا جايين نشتغل، احنا بنفكر في الدوري، احنا بنفكر في الكاس. يعني احنا هدفنا هو الدوري يبقى موجود، هدفنا نلعب بطولة افريقيا نمثل النادي. ادارة النادي بالمجهود اللي بتبذله، جماهير النادي بالوقفة. من الفيديو اللي انت جبته وكان جماهير النادي اللي بتحتفل، انت لا تتخيل كم المسجات اللي بعتت لنا وكم الفيديوهات اللي اتعملت. احنا جسمنا بيقشعر عشان حاسين بيهم، احنا فرحانين وعايزين نفرح تاني وعايزين نفرحهم. فالفرحه طالما جت مره هتيجي تاني، لا لان انا حسيت بطعمها خلاص. هو كان سبحان الله كان كيرف ودروب حصل، احنا خلاص مسكنا نسينا اللي فات، احنا نسينا بطولة الكاس. يعني انت بتكلمني دلوقتي هي الكاس ما فيش فيها غير كام فيديو دول، احنا في الدوري، احنا دلوقتي قاعدين في انا قاعد معاك دلوقتي، واكيد اللعيبه احنا مركزين في الدوري ده تمرين بكره، وعندنا حجز عايزين نعمله وعايزين حاجات عايزين نركز عندنا 3 فنادق حاجزينهم. طيب انا هاخد المداخله دي مداخله مهمه برضو. معايا الدكتور رفيق يوسف، المحاضر الدولي كرة السله، واحد يعني من الناس اللي هنا في برنامجنا بقى كل تحليلاتهم في الجول وكل بطولاتكم هو تنبأ بيها، وبرضو المصاعب اللي قابلتكم في وقت كان بيتنبأ بيها. دكتور رفيق مساء الخير او صباح الخير، اسماعيل صلحني صباح الخير وقت احمد سعد ماشي. فعلا صباح الخير يا حسن. ايوه يعني النهارده طبعا انا معايا حلقه النجوم، والنجوم اللي احنا كنا بنحلل لهم بقى على الهواء مباشره معانا على الهواء اهو. والله انت حاطط 3 من ابرز النجوم في مجال كرة السلة. الثلاثه طبعا صح طبعا كده. اولا اسمح لي ان انا ابارك لهم بكاس مصر، ابارك لمجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، وعلى راسه بقى مش رئيس مجلس الاداره، على راسه المشجع الاول لكرة السلة الحاج محمد مصلحي. ابارك للجهاز الفني بالكامل، ابارك للجهاز الاداري بالكامل. فعلا اسعدتونا جدا بالبطوله ديت وكنا مستنيينها. عايز ابارك لاحمد عمر، ابارك لبيبو، ابارك لهيثم كامل، ابارك لكل الناس، بجد اسعدتونا جدا بالكاس ده اهو. انت عندك 3 قدامك. خليني ابتدي بسامح صلاح اللي هو كنتوا بتتكلموا عنه دلوقتي. اكفأ مدير اداري في مصر، راجل فاهم شغله كويس جدا، وده مش كلام مجامله، ده عن ان انا اشتغلت مع سامح في نادي سبورتنج ولما كان موجود هناك. وسامح بجد اضافه لاي مكان، راجل فاهم شغله كويس قوي، راجل عارف بيعمل ايه، مكسب لاي حته ولاي فريق. واعتقد ان هو برضه واحد من الاسباب الكبيره للنجاح. صح. خليني اروح لتاني واحد بقى. خليني اروح لتاني واحد. انس. انا كنت مدربه من سبتمبر 2010 لغايه اغسطس 2012. لعبنا بطوله افريقيا تحت 16 سنه في يوليو 2011 في اسكندريه. لعبنا بطوله تركيا الدوليه في فبراير 2012. لعبنا كاس العالم في ليتوانيا تحت 17 سنه في يوليو 2012. طلعنا معسكرات سوا في فرنسا وفي التشيك. ويمكن انا اول واحد قعدت مع الايجنت اللي كانوا بيجروا ورا انس علشان يروح امريكا او يروح اوروبا، والحمد لله ربنا وفقه. انس زي ما قال اسماعيل احمد اسطوره كره السله المصريه، اضافه لاي فريق، بازل لاي فريق، بينقل الفرقه لمكان تاني خالص. اروح بقى للولد الشقي الجميل اللي يمكن ما انا قلت كده قال لك طيب ما بيعملش حاجه. ايه ده؟ قلت كده لانس قال لي لا ده طيب ما بيعملش حاجه. قلت له شقي قال لي لا مش شقي. لا اروح للولد الجميل الشقي دولة اللي يمكن انا في حلقه من الحلقات معاك انت والاستاذ طارق اسماعيل حصل انتقدنا بشده عدم وجوده في التشكيل اللي بيمثل مصر في كاس العالم. انت فاكر الحلقه دي قلبت علينا الدنيا تاني يوم؟ انت فاكر ده قلبت كل الاعلام الرياضي ماشي في اتجاه في كره السله واحنا ماشيين في اتجاه تاني، وقال لك انتوا اسكندرانيه وبتدافعوا عن بعض وقالوا كلام كتير اهو احنا اثبتنا. قلبت عليا. انا مش بجامل لما اقول ان الولد الشقي اللي قدامك ده احسن صانع العاب في مصر دفاعيا وهجوميا. وان كنت بختلف مع الاستاذ طارق اسماعيل
في ثبات مستواه. انا بقول له لان انا اب لي دولا، انا ما كنتش مبسوط ابدا وانا بتابع الثلاث ماتشات بتوع سبورتنج. انا مستني منك وجمهور اسكندريه مستني منك احسن بكتير قوي في الخمس مباريات بتاعه نهائي الدوري، علشان انا ما شفتش دولا اللي بحب اتفرج عليه في الثلاث مباريات بتاعه سبورتنج. انا تابعتهم في الملعب، واعتقد ان دولا عنده احسن من كده، مش هقول 10 مرات، هقول احسن 100 مره ان هو يديه في الملعب. يا دكتور في لينا حلقه تحليليه ما تقلقش هنقعد نتكلم فيها، بس برضه ما تنكرش ان ماتش نهائي كاس مصر انا كنت قاعد بسقف كل 5 دقايق، بسقف له يعني اسكندريه كلها كانت قاعده بتسقف له يعني. ايوه، ما هو ده دولا، هو ده دولا ده، ايوه هو ده دولا اللي احنا عايزين نتفرج عليه طول الموسم. صح. هو ده دولا اللي انا لما بروح اتفرج على الماتشات ببقى منتظر ان انا اشوفه. فما يزعلش مني انا ابوه الثاني او ابوه في الباسكت، يمكن ما تشرفتش ان انا امرنه، لكن فعلا احنا مستنيين منه كتير قوي قوي في نهائيات الدوري ال5 مباريات اللي هيكونوا في القاهره. استاذ طارق اسماعيل بقى مش هينفع، لازم لا ما هو دكتور بعد اذنك، هو اللاعب المتميز بيبقى في اللحظات الحاسمه، فهو يعني الرميه بتاعته خلصت. لا انت بتتكلم على الكاس. انا لما بروح كمتفرج مش حتى كمتخصص في كره السله، عايز اتفرج على دولا طول ما هو في الملعب بيمتعني لانه ممتع. صح. وده اعتقد نقد بناء ليه ان هو يركز في الفتره اللي جايه علشان نشوف دولا اللي احنا بنحب نتفرج عليه. برضه انا يهمني النتائج، خلاص هو خلص. انتوا هتعرضوا، انا هعمل لكم الحلقه الجايه، ما احنا الحلقه الجايه طالعين هنعمل الحلقه التحليليه النهارده. دولا خلص لنا بص الكاس ووصل للنهائي اهو، فهو كده كده عمل اللي عليه. لا هو عمل اللي عليه وزياده طول الموسم. ايوه ده حقيقي. انا مش انا بالعكس، انا سعيد بمستواه طول الموسم، لكن انا يمكن احنا مستنيين منه اكتر بكتير قوي، عشان كده بنقول ان احنا ما كناش سعداء قوي بمستوى دولا في الثلاث مباريات بتاع سبورتنج. اعتقد ان هو عنده اكتر من كده يديه. هو متدخر نفسه للنهائي. اكيد دكتور رفيق، احنا عندنا 5 ماتشات بيست اوف 5 تحليل نار بقى، وهنشتغل زي كده كل نهائي بطوله، واحنا بقى مستنيين التحليل الجامد ان شاء الله. ان شاء الله انا سعيد بالمداخله دي جدا، وفعلا انتوا اخترتوا 3 على احسن اختيار يمثلوا نادي الاتحاد بعد الفوز بالكاس وبعد النتائج الجميله والوصول لنهائي الدوري. شكرا ليك يا دكتور رفيق، ومستنيينك ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله. طيب هروح لأنس بقى، ونروح لجزء مهم جدا. كنا بنتكلم عن الامكانيات والثبات، وطبعا دول يعني بعد الحلقه بعد دكتور رفيق طبعا من المحاضرين يعني. هو عشان لا ده هو ده دايما بيدافع عنه. ده هو لا ده هو عشان بيحبه، فبيتكلم عايز ان هو كل ما بيتكلم معانا فبيقول ان انت امكانيات اعلى من كده بكتير. انا عارف لما بتشوف واحد ومتعشم فيه بايه، بانه يقدر يطلع اكتر من كده. نفس الحكايه كان تملي بيتكلم عن انس ان هو دربه وان هو لعيب طراز عالي جدا، فلما بيبقى حد بيحب حد بيبقى محطه في افضل صوره. دكتور رفيق كان دايما بيتكلم بقى بمناسبه دكتور رفيق تحديدا في المباريات او في مباريات سابقه وفي حاجات سابقه عنك في على مستوى الشق الدفاعي انت انس، وكان دايما بيتكلم على حته النواحي الهجوميه اللي لازم تتطور بشكل ما عند انس. لكن انت فاجئتنا الفتره الاخيره ان ده حصل، يعني كل اللي احنا كنا بنتكلم بيه تحليليا هنا، وكنا بنقول مثلا اللعيب ده ناقصه كذا او محتاج كذا او الفتره الجايه يعمل كذا، انت عملته الايام اللي فاتت. هل انت فعلا كنت قاصد الجزء ده والتطور في الجزء ده؟ كانت مشاوره من المدير الفني ولا انت اشتغلت عليها والموضوع ماشي ازاي؟ لا يعني طبعا حاجه زي كده مش بتحصل بين يوم وليله بالظبط. يعني الحمد لله يمكن من نص السنه اللي فاتت ومع قدوم الجهاز الفني الجديد، وانا يعني الحمد لله بحاول اشتغل على النواقص اللي عندنا. مفيش لعيب في الدنيا كامل، ولكن اللعيب الذكي هو اللعيب اللي بيعرف النواقص اللي عنده. وبصراحه يعني دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا بحترمها جدا في الجهاز الفني اللي عندنا. يعني من اول يوم كابتن احمد عمر وكابتن بيبو وكابتن هيثم كامل بيقعدوا معايا، احنا محتاجين نشتغل على كده، محتاجين نشتغل على كده.
دي هيفيدك انت شخصيا اكيد، ولكن برضو بتعود على الفايده للفرقه. ويعني يوم يعني طبعا السيزون طويل، توقفاتنا كتيره، بس الواحد بيحاول ان هو يشتغل على نفسه عشان خاطر الفرقه في الاول وفي الاخر يعني، وفي نفس الوقت برضو ان ما حدش فينا هيوصل للكمال. بس في لعيبه عندهم نظريه او مش نظريه، يعني في لعيبه عارف امكانياته قوته فيه، فبيشتغل على الحته اللي هو بيعرف يعملها. لكن انت خرجت بره، يعني خليني اقول لك ان انت خرجت بره الصندوق بشكل او اخر. يعني انت الطبيعي ان ده مركزي كده يا جماعه ودوري كده، انا مش بتكلم على الفنيات قوي يعني. الكابتن احمد عمر هو ده برضو جزء من الذكاء، انك انت بتبقى عارف متطلباتك ولازم ان انت تشتغل عليها، حتى لو انت هتشتغل على حاجات بره متطلباتك، بس انت في الاول وفي الاخر بتحاول تطور نفسك. ودي حاجه من الحاجات اللي يعني انا بحاول اعمل فيها اقصى مجهود ممكن، يعني الواحد يطور نفسه. طبعا موضوع الفري ثروز يعني الموضوع مش الواحد شغال عليه، موضوع الميديم شوت والتري بوينتس اكيد شغال عليها. مستحيل برضو ان انا اوصل لان انا اخر السنه ابقى مطلوب مني ان انا اعمل ده، لان متطلبات البوزيشن بتاعتي اكيد هي مثلا 1 2 و3 لازم تتقن دول. والله لو تعرف تعمل 4 و5 مفيش مشكله. بس السله بالذات تحديدا ما بتكذبش لانها قايمه على الارقام والاحصائيات. دي حقيقه، انت ارقامك زادت واحصائياتك زادت. كل اللي احنا كنا بنتكلم فيه احنا دايما السله غير كره القدم ممكن نجيبها كده، لكن السله ما فيهاش الكلام ده. السله رقم زي دوله كده، خلاص احنا بنتكلم في ارقام. فهو الموضوع لا، انت ارقامك في الجزء الهجومي زادت بشكل كبير جدا، بشكل مختلف. على فكره هو ده برضو يعني عشان ندي كل واحد حقه، يعني ده في جزء كبير منه بيرجع للفرقه. دلوقتي احنا عندنا مايك ديكسون هو افريج في الجيم 7 اسيست، دولا بيعمل في الجيم 5 6 اقول لك كومبو بقى. ميدو بيعمل في الجيم 5 6 اسيست. فحتى برضه البوزيشن بتاعي في الاول وفي الاخر ارقامه الهجوميه بتعتمد بجزء كبير جدا على ان اللعيبه اللي حواليا بتصنع لي الباسكت، لان ده المتطلبات اللي انا البيفوت بيبقى مستني الجارد هو اللي يصنع له ويديله الكوره يعلق له الكوره. فتركيزهم هم واتقانهم هم اللي واجبهم برضو اللي مخليني انا بأدي دوري بوجه احسن يعني. بس ده معناه برضو ان هو بيديلك الكوره هو واثق ان انت على فكره كده برضه. ما هي النقطه احنا برضه هجيبها لك كده. ما دول انا شفته يعني، انا ملاحظ طبعا يعني انا خبراتي في كره السله الفنيه يعني مش عاليه قوي، ولكن انا شايف شبه دويتو كده في الملعب ما بينك وما بين دوله بس، صح كده؟ يعني شايف في لغه كده في العينين بتاع. بس عايز اقول لدكتور رفيق هو دوله يمكن حتى لو الثلاث ماتشات اللي فاتوا ما كانش موفق. احنا ما بين ماتش الكاس لاول ماتش سبورتنج كان فيه 3 اسابيع، دول ما اتمرنش اسبوعين منهم. تمام. كان مصاب. حظ دول انا عارف والله. فاحنا يعني دول بتحس بسرعه يعني احنا يعني ايه هندي دول سماح الماتشات دي. لا ما هو هنرجع تاني لدول في حته ان هو اصبح في كمان ارتباط جماهيري ان هم معولين عليك كتير، الناس بتشوفه في حته تانية. وبعدين يعني انا لو متخيل ان كل اسكندريه كانت واقفه على الرميه الاخيره في الكاس، يعني تشوف قد ايه. هاتها لي يا اسامه عشان خاطر انا كل يوم بقعد كل يوم بشغلها يا اسامه. هاتها لي كل يوم بشغلها. اللعيب اللي في اللحظات الحاسمه بيفرق طبعا. لا والثبات الانفعالي اللي بيجي للبني ادم في الفتره ديت، خصوصا ان هو مفيش وقت التفكير يعني. صحيح. انت في السيتويشن ده في اللحظه ديت صحيح. مفيش وقت انت تفكر، مفيش وقت تعمل اي حاجه غير ان انت تعمل الحاجه اللي انت بتتمرن عليها طول الوقت. وهو بصراحه احمد عادل يستاهل ان هو، وانا عايز هو يحكي لنا بقى في اللحظه دي هو كان واخد القرار فعلا انه هيلعبها كده. لا طبعا احنا يعني هو كان في تايم اوت قبليها، واكيد ما كانش التايم اوت ان انا يعني انا شوت. هو كان ان ديكسون هياخد الكوره يعني هيخش يعمل بنتريشن ويشوف بقى يعني ايه اللي هيحصل بالظبط، هيعمل ايه. انت ما بتقدرش تتوقع ايه يعني هم هيلعبوا ايه اللي هيحصل، ما تقدرش تتوقع. انت يعني الكوتش رسم خطه، وزي ما الماتش يعني زي ما الديفنس هيجيب انت بقى هتتصرف. هو الراجل صراحه دخل وتصرف التصرف الاصح. اظن ان انا كنت واقف فاضي، وزي ما انا سائل مفيش وقت تفكر، انت دخلت الكوره ويعني يعتبر جزء من الثانيه انت بس انت خدت المكان صح. ايوه اكيد. انت دايما هتعمل في نفسك كده ليه؟ انت خدت المكان صح. اكيد. وهو برده خلي بالك، هو برده ان هو يخش ويبقى مضغوط عليه الضغط اللي هو كان مضغوطه، وان هو يقدر يشوف يعني برده هو لعيب برده من طراز عالي، ان هو في الوقت ده ممكن لعيب تاني يخش يتكعبل، فاهم؟ انت الماتش في الوقت ده بيبقى اللعيبه يعني
تقدرش تفكر زي ما انت قاعد تتفرج على الكوره بقى انا ممكن افكر لا ممكن اعمل كده ممكن اعمل كذا، بس ان هو يفكر وان هو يشوفني في المنظر في الوقت ده وانا واقف في المكان الصح وهو نلقط مع بعض وان انا اشوطها يعني بالهدوء طبعاً ده. كنت اسعد بني ادم في بالشرشقه دي. يعني مش قادر اقول لك طبعا احساسي ساعتها كان عامل ازاي. بس انا عايز اسالك بقى ايه اللي اختلف السنه دي مع نادي الاتحاد عن السنه اللي فاتت؟ يعني انا شفنا المواقف دي السنه اللي فاتت الاتحاد كان بيضيع، السنه دي في اللحظات الحاسمه الاتحاد بيحسم. بس هو في الاول اكيد ونرجع تاني قصه انس، حتى انس النهارده اللي هو مطلوب منه دور دفاعي بقى بيطير في الهجوم. يعني الموضوع اكيد في سر، اكيد في توفيق من عند ربنا اكيد، لان احنا تعبنا السنه دي وزي ما كابتن سامح قال احنا بجد السنه دي اكتر سنه كان فرقه قافله على نفسها جدا، مش باصين غير ان احنا هدف واحد. يعني احنا ماتشات الكاس احنا بجد انا ما شفتش الفرقه في الحاله دي من فتره كبيره، مش متخيل الحاله كانت عامله ازاي، الفرقه قافله على نفسها بننزل التمرين، احنا هدفنا احنا عايزين الكاس ماتشات الكاس. حتى احنا رحنا ماتشات الزمالك ما غلطناش نفس الغلطه اللي غلطناها السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت رحنا ماتشات الزمالك ما كناش باصين قوي، احنا كنا باصين عايزين نلعب فاينل، انت بتبص الماتش النهائي بالظبط. انما السنه دي مش هنغلط نفس الغلط، احنا حضرنا احنا يا جماعه رايحين نلعب الزمالك فقط، ما فيش ايه اللي بعد الزمالك ما بنفكرش الزمالك، وقدرنا نعمل عليهم ماتش كان ماتش كويس جدا. وبعد ما خلصنا طب والزمالك السنه دي فرقه مختلفه جدا يعني اقوى اعتقد، ولا انت مش معايا انا في الحته دي؟ اقوى بكتير جدا ومعاه محترف السنه دي برضو، يعني اول السنه كان جاي كان مكسر الدنيا، بس احنا قدرنا ان احنا نقفل كل مفاتيحهم، قدرنا ان احنا نركز عليهم بشكل يخلينا ان احنا فعلا ننزل الماتش. كان الاداء باين، كان باين قد ايه احنا مركزين، باين قد ايه احنا مش فارق معانا حاجه غير ان احنا عايزين نعدي الماتش ده عشان نبص في الصفحه اللي بعديها. وقفلنا الصفحه دي، وبعد كده كان فرق يوم بين الماتشين تمرين. اليوم ده احنا تخيل قد ايه قعدنا مع بعض، كلامنا كان كله يا جماعه احنا رايحين نكسب الدوري الكاس، احنا رايحين نكسب الكاس خلاص. حلوه دي. لا طبعا ده الكلام ده دلوقتي على هوا احنا كان كلامنا كله ما فيش يعني ما كانش فيه يعني ما فيش احتماليه يا جماعه طب الماتش لا احنا رايحين نكسب. حتى احنا كنا ليد في الماتش ده، وبعد كده الاهلي في وقت ما طلع علينا بونت، احنا ما فيش في عيون حد فينا ان هو احنا الماتش راح خالص، احنا كلنا بنبص لبعض لا احنا في الماتش ايه يعني بونت ولا حاجه، وطلعنا وطلعوا علينا تاني وطلعنا احنا لحد اخر ثواني اتعادلوا واحنا كنا كسبانين 4 بونت، احنا بنبص في وش بعض لا ما فيش حد عنده ذره قلق. ما هو ده سؤال بيراود الناس كلها، ان احساس ان فرقه الاتحاد احسن من الاهلي السنه اللي فاتت في معظم اللقاءات، ومع ذلك في اخر ثواني يعني صعبه بالذات في الفاينلز. انت رايح تلعب الفاينلز، غيرت المحترف بتاعك اتصاب قبل الفاينلز، غيرت المحترف ما لحقش يلعب، المحترف الجيم ما لحقش يلعب مع الفرقه ماتشات خالص. والنادي حاول يعمل معسكرات وحاول نطلع نلعب ماتشات، لان احنا توقفنا فتره كبيره عشان الاهلي كان بيلعب بطوله افريقيا. النادي حاول عندنا، بس للاسف ما كانش فيه الدوريات، كانت الوقت ده كان خلاص خلصوا ما عرفوش يجيبوا ماتشات للاسف. فانت برضو كنت رايح فرقه الاهلي بتلعب ماتشات وانت قاعد بقالك شهر كامل ومغير محترف ما لعبتش ماتشات خالص، دي حاجه. تاني حاجه كنت داخل النهائيات من غير مصطفى فوده كان مصاب، وياسر صالح كان مصاب، وانا صباعي اتكسر قبل النهائي. انا حاجه الحته دي لوحدها عاملها جزء لوحدها الحته دي، صباعي اتكسر قبل النهائي 3 ايام. فكميه سوء توفيق رهيبه قابلتنا، وللاسف اكتر حاجه اثرت علينا موضوع المحترف. انت محترف ما لحقش، يعني مش هو وحش او كويس، هو ما لحقش، ما جاء قعد شهر بيتمرن بس مفيش ماتشات، ومره واحده يلا تعالى العب النهائي. فبرضه السنه دي الناس شايفه برضه فرقه الاتحاد افضل. وفي الحته دي بقى اللي هو الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هو الكوارتر الاخير. ايوه. ودايما القصه على فكره في الاتحاد والماتشات الاتحاد والاهلي تحديدا، وحاجه اللي كانت في الحته دي تحديدا كمان الكوارتر الاخير، ودايما اللعب كله على الكوارتر الاخير. يعني يمكن الاهلي كان بيبقى داخل الماتشات دي مرتاح شويه، لان قبل ما تبقى كسبان انما انت تبقى مضغوط قوي ان انت بقالك سنتين ما كسبتش في اخفاقات، فبتيجي في الوقت ده بقى الضغطه على اعصابك اكبر بكتير من الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه مرتاح شويه. هو لو خسر وكده كان كسبان بكده، لكن انت بقالك يسعدوا في كريدت ان هو ممكن، انما انت خلاص انت للاسف الخسارات اللي فاتت دي ضغطت عليك بشكل انت تخليك توصل في الاوقات ده بيبقى مش قادر يعني او مضغوط زياده عن اللزوم، فبالكره بتعمل لها مليون حساب قبل ما تلعبها، فللاسف ممكن تطلع قرار غلط. انت زي ما الباسكت بتتفكر في ثانيه اقل من ثانيه، فلما تفكر في حاجه كتير للاسف ممكن قرار تطلع غلط، يطلع متاخر. بس الجزء ده برضو بتاع المدير الفني اعتقد والجهاز الفني طبعا، يعني حته ظبطه الحته دي ده اللي هياخدني بالك كابتن سامي، ودي حته مهمه جدا. دايما لما كنا بنتكلم هنا في التحليل كانت دي القصه دايما اي محلل بنجيبه
اي محلل من اي حته، من القاهره، من اسكندريه، من اي حد دايما بيتكلم على الاتحاد في الحته دي، ان الجهاز الفني اللي هيجي يشتغل مع الاتحاد كان قبل حضراتكم حتى ما تكونوا موجودين بالشكل ده دلوقتي، هتبقى الحته دي هي المشكله اللي في الشغل اللي بيتكلم عليها دول بالظبط. واكيد دي كان ليها شغل لوحدها، صح كده؟ قصدي انت بتحضر لهاش في الكوارتر الرابعه بس، انت بتحضر لها من اول الماتشات، تدي ثقه للعيبه الفرقه بتاعتك، بتحضر على الفرقه الثانيه كويس. وعلى فكره الماتش ده هو الماتش اللي احنا كنا كسبانين فرق سكور 4 و5 بونت، وهو كان في سكور على فكره بالظبط، هم رجعوا. هي بس قمه احنا واثقين ان احنا هنكسب، قافلين على بعض، ماسكين احنا ماسكين في الماتش اكتر. هي احنا خلاص احنا مش هنطلع من الصاله دي غير ما نكسب، وان شاء الله هو ده الطموح اللي في الدوري. احنا بننام وهمنا بنفكر في كل حاجه، بدل احنا عايزين نتعب عشان نشوف فرحه الجمهور ده تاني وفرحه اداره النادي. نشوف منظر استاذ محمد في الكورتين، انس من باسكت ل4 بونت والكوره دي، احنا عايزين نشوف الكلام ده، عايزين احنا نفرح. احنا حالتنا اللي جوه ممكن ما نعبرش قوي عليه، لكن احنا عايزين نفرح. احنا الماتش ده كان بدون جمهور وكان في ناس دخلت موجودين، انت ما تشوفش منظرهم، ما جاتش في التلفزيون، انت تشوف منظرهم بره، تشوف منظر الناس في اسكندريه عامله زي فيديوهات وقد ايه فرحان. هو ده اللي احنا بنحلم بيه، وهو ده اللي احنا شغالين عليه، ومش بالكلام يعني، خد بالك الشغل بالكلام كتير طبعا. اسماعيل كان بيتكلم، كابتن اسماعيل كان بيتكلم على فكره تضحيات، بيتكلم على التضحيات الشخصيه والتضحيات الجماعيه، ودي حاجه على فكره مهمه جدا الناس ما تاخدش بالها منها، ان اللعيبه دي النهارده ممكن تكون يعني دولا وانس اكيد بيضحوا بحاجات في عائلتهم في بقالهم 3 سنين من ايام تصفيات كاس العالم، احنا 3 سنين تقريبا ما حدش خرج مع عيلته بالظبط خالص. الناس ما تاخدش بالها منها. خلص احنا الماضي المنتخب لو خلص وصلنا للجيم 5 هنخلص 15 معسكر المنتخب يوم 17. هي دي تضحيات، بس التضحيات دي هي اللي ربنا بيكرم، وبتبقى قاعد في مكان هنا بتبقى كسبان البطوله، ده طبيعي. الشغل هو اللي هيوصلنا للمرحله. انس بقى يقول لنا، هل انك تلعب 5 مباريات في القاهره تفرق معاكم ولا ما تفرقش؟ خصوصا ان انتوا فرقه كبيره يعني. لا يعني هي طبعا لحد دلوقتي يمكن احنا بنلعب بالنظام ده اللي يمكن العالم كله ما بيلعبش بيه يعني صح. او مش النظام بيلعب بيه، ولكن مفيش مكان في العالم ان انت بتقعد تلعب ال5 ماتشات كلهم في مكان واحد. يعني يمكن احنا نظام البطوله عندنا بيتطور سنه عن سنه، يمكن لحد 2017 اصلا كنا بنلعب دوري مجمعه مظبوط، والبلاي اوفس دي حاجه هي يعني هم اكيد الاتحاد المصري بيحسن الحاجه فتره، يعني الموضوع بياخد وقت، تطوير اللعبه وتطوير البطوله الموضوع بياخد وقت. بالنسبه لنا احنا كلاعيبه يعني اكيد دعم الجمهور ده بالنسبه لنا حاجه كبيره، يعني يمكن الباسكت اصلا ملوش اي طعم وملوش اي معنى من غير جمهور، ده متعته اصلا في الجمهور يعني دي حاجه يمكن احنا مظلومين فيها شويه، لان انا عارف ان الاجيال القديمه كانت بتلعب والاستاد متقفل، كان في استاد الرعب، كان في استاد الرعب اللي احنا بنطالب بعودته مره اخرى. بالظبط طبعا استاد اسكندريه يعني الواحد بيسمع عنها حكايات يعني، واكيد احنا نفسنا نلعب، اكيد نفسنا نلعب في نادي الاتحاد، ولكن برضو انا عارف ان الموضوع التامين ان انت تلعب في نادي جوه النادي دي حاجه صعبه، عمليه صعبه. فهي الفكره كلها انك تلاقي البالانس. يمكن انا كنت شايف ان طب نلعب ماتشين في برج العرب وبعد كده ماتشين في الاستاد مثلا، يعني بس ماتشين يبقوا في اسكندريه يعني، او ماتشين تانيين في القاهره. هات لنا مواعيد الماتشات يا اسامه واحنا بنتكلم اول مكان. هي صعوبات كتيره انت بتقابلها، واكيد الاتحاد المصري يعني انا نفسي ان هم يشتغلوا على الموضوع ده اكتر واكتر. اكيد هم عاملين مجهود، يعني الواحد لا ينفي المجهود اللي بيتم، ولكن احنا ممكن ناخد خطوات ابعد شويه في سبيل ان احنا نحسن من البطوله بتاعتنا يعني. ما هو دول برضو ممكن يقول لنا، هل النهارده دوري المجموعات ده كان افضل، بحيث انك انت النهارده كنت بتلاعب كل الفرق او الفريق اللي بيكسب كان هو اللي بيبقى افضل فريق في المجموعات اللي موجوده، لان انت ممكن بالطريقه اللي موجوده دي ان حظك للطريق للنهائي يبقى سهل، فتكسب ماتشين بقى خدت البطوله. هل ده افضل ولا دوري المجموعات افضل؟ بص يعني لا اظن النظام اللي احنا بنلعب بيه ده افضل، لان زي ما انت قلت حتى لو طريقك للبطوله سهل، انت في الاول وفي الاخر برضه هتوصل للنهائي تلعب فرقه لازم تكسبها 3 ماتشات، صحيح. فالموضوع مش هيبقى بالسهوله دي. بس هو زي ما انا قال احنا فعلا بنفتقد للجمهور، لان اللعبه من غير جمهور
ممله مش ممتعه. انت تبقى تلعب ماتش نهائي مثلا اتحاد واهلي احسن فرقتين في مصر دلوقتي، وبس الصاله ميته، مفيش صوت، مفيش الجمهور بيدي طعم مختلف للماتش، بيدي طعم مختلف للعيبه، بيخلي الماتش يروح لحته تانية بعيده، اللعيبه من جوه. يعني ماتش الكاس زي ما كابتن سامح كان بيقول كان مفيش جمهور بس دخل شويه ناس الصغيرين بس كانوا عاملين صوت، كانوا بجد عاملين روح معاك. كانوا واقفين قاعدين فوقينا على طول، تشجيعهم في التايم اوت، كلامهم، تسمع صوتهم من كتر بجد الناس بتتكلم من قلبها ومحروقه، وبجد تخليك انت من جواك عايز تلعب اكتر يعني. فالموضوع ده يفرق معانا جدا. فانا اتمنى جمهور الاتحاد في كل الماتشات، انا عارف ان الموضوع هيبقى صعب والقاهره والاستاد كمان مش اكتوبر بعيده، بس اتمنى ان هم ييجوا كل ماتش وان هم بيفرقوا معانا، وجودهم بيفرق معانا جدا. بالمناسبه دي طبعا حصل تغيير في المكان بسبب أيوة. الواقعه اللي حصلت في قبل كده، واعتقد دي كانت مطالبات جماهيريه يعني، خلينا نتكلم بصراحه طبعا. وانتوا عشتوا التجربه دي، وكابتن سامح برضو اتكلمنا في الحته دي، لان التجربه دي اعتقد اثبتت قد ايه جمهور نادي الاتحاد ده من الجماهير المختلفه والمخلصه والعيله الكبيره. فكلموني، مش عايز اروح للتفصيل واللي حصل عشان عارف ان كان ده موضوع محزن، لكن التجربه دي اكيد فرقت معاكم انتوا في كل واحد فيكم في شخصيته وعلاقته بنادي الاتحاد بشكل او اخر. سامح الاول. اكيد طبعا يوم صعب جدا، وعشان كده احنا لو انت بتتكلم بنهدي البطوله دي ونفسنا نجيب الدوري ده، مجلس اداره النادي وجماهير النادي احنا ان شاء الله نفسنا نرفع البطوله دي ونديها الاسلام الله يرحمه طبعا على الوقع. طبعا بالتفاصيل الكتير اللي احنا عمرنا ما ننساها طبعا، وواقعة الماتشات والصاله طبعا كانت حادث مؤلم، لكن احنا ما اعلنوا اداره النادي هو برضو عشان تبقى عارف الواقع، احنا بقالنا مده بنلعب صاله حسن مصطفى 6 اكتوبر، وبعد الواقعه دي بدانا نلاقي الصاله اللي جنبها اللي كنا بنلعب بيها زمان، بس دي صاله شباب ورياضه. صاله شباب ورياضه 6 اكتوبر امنيا مفيش موافقات جماهيريه، صاله صغيره فما ينفعش فيها تدخل جمهور اصلا جمهوريا يعني جمهوري او جمهور واحد. يعني مثلا لو في فرقه مثلا من بره او اي نادي من اسكندريه ماشي، نادي جماهيري ونادي مش جماهيري تنفع. يعني من كام سنه يتلعبوا بجماهير الزمالك والجزيره. الموضوع عادي، الجزيره ما عندوش جمهور. الاتحاد واهلي صعب جدا طبعا. فبدا الفكره، طب بنلعب في حسن مصطفى طبعا استجابات جماهيريه، واستاذ محمد مصالح مشكور تدخل طبعا، والجهاز الفني طبعا كابتن احمد عمر وكابتن عصام تدخلوا، كان في كلام ما بيننا ومع اداره النادي استاذ جاسر وكابتن عصام وكابتن العزيز، واتكلمنا وخلص بقى الموضوع اللي احنا خلاص كابتن محمد مصالح مشكور اللي انا عرفته يعني كان اتصالات مع كابتن محمود الخطيب وموافقه فوريه، واتصالات مع اتحاد الباسكت. الصاله صعب ما لهاش قبول. يعني تخيل لما الناس تقول احنا هنلعب في النادي الاهلي بدل ما نلعب في الصاله، فكان خلاص. فالحمد لله في 24 ساعه تقريبا خلاص اتنقلت في استاد القاهره. احنا مستنيين بس المواعيد عشان انت عارف في ماتش مصر وكده بس هو المواعيد اليوم 7 يعني ده وفقا للجدول بس ما نزلش رسمي. بس انا جبت لك اخر جدول كان موجود على الموقع بتاع الاتحاد المصري لكره السله يعني اللي هو لسه من شويه، وكان الكلام على بدايه لحد دلوقتي يوم 7 عشان يوم 6 في ماتش كره القدم، فهنلعب ان شاء الله كل يوم ويوم ابتداء من يوم 7 ودي طبعا صعب. لا ان شاء الله. وعشان كده احنا بقى من الحته دي احنا مستنيين بقى الجمهور في الماتش الفاينل. احنا كل اللي بنقابلهم بيتهيألوا انتوا الفرقه اللي جوه نادي الاتحاد اللي الجمهور ممكن يزحف ورا يعني. انا اعتقد ويعني انا شخصيا ببقى عارف كويس قوي الفرقه دي تحديدا جمهور الاتحاد السكندري عنده استعداد يبات بره مستنيين، وهم هيجوا على فكره. هو انا بقول لك بيجوا مفيش ضغط، ده هو بالعكس احنا كل ما بيزيدوا احنا نفسنا بنبقى جوانا مستنيين العدد يزيد. فين دول؟ كام وصلوا؟ كام؟ بنبقى متابعين عشان هو فرحتهم احنا هنفرحهم. فده معنا اتصال الهاتفي اخر بقى، وبرده من الاتصالات الهاتفيه مهمه جدا. كابتن عصام سيكا مدير نشاط الرياضي في الاتحاد السكندري ضحك في الاستوديو على ايه مش جندي مجهول بقى، دي قصه كبيره جوه نادي الاتحاد السكندري. كابتن عصام بخير يا استاذ حسن. مساء النور يا فندم. متابعنا من الاول ولا نمت ولا سهر اللعبه لحد دلوقتي؟ مسهرين اللعبه لحد دلوقتي. ايوه انا عارف ان انت هتخش تقول لي كده. طب عشوهم بقى، الاقل عشوهم يعني اللي مروحوا يعني. لا صح عشوهم. نور الدنيا يا فندم. ازيك يا طارق؟ اولا يعني انت برضه مش بيمارس دور المدير الاداري هنا عشوهم. ايه اخبار؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم، ومنورنا ومعانا النجوم النهارده في حلقتنا. وبغض النظر عن طبعا يعني مهامك جوه نادي الاتحاد السكندري،
انت واحد من تاريخ كرة تاريخ السلة كرة جوه نادي السلة. الاتحاد السكندري، طبعا. ودايما كنت برضه بتقول حاجة بتحصل، أنا وقلت كان لي نفسي برضه ان الفرقة المرة دي هتروح في حتة تانية وهتبقى بشكل تاني، فكلمني عن ده بقى. انا بص، انا بيني وبينك انا كان نفسي في حاجه اشوفها، ها، قول يا كابتن. قبل الواحد يعني ما يعني يشوف الرياضه في مصر كلها. انا يلعب جنب اسماعيل، كان نفسي. طب ما احنا حاولنا اهو. انا بقول لحضرتك بامانه الموضوع باظ يا كابتن. اهو كابتن اسماعيل قال لك انا جيت وانس مشاني، يعني انس مشاني. لا والله هي الظروف كانت غير كده خالص، بس انا كنت اتمنى طبعا انس اسامه يلعب جنب اسماعيل احمد. طبعا. كنت اتاكدوا كان هتبقى منظر الفرقه حاجه ثانيه خالص 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 خالص. في السنتين احنا خسرنا فيهم دولت، يعني في الفاينل وصلنا فاينل من مع الزمالك، وخسرنا سنتين مع الاهلي، وخسرنا مره بوقت اضافي، وخسرنا مره ماتشين ومره يعني صراحه ادينا اللعيبه ادت اللي عليها وزياده، لكن طبعا ما حصلش. هم عليهم مهمه طبعا مش سهله، مهمه طبعا صعبه رغم جمهور اسكندريه كله ان شاء الله شيء الرحمن. طبعا هي مباراه بتقام في القاهره سهله جدا على جمهور الاهلي يروح، وطبعا 7-1 دي سنه كبيره. يمكن دايما انت كنت مرة بتتكلم في الحته دي زي ما هم اتكلموا في ان ده في بعض الاوقات بيكون ظلم على نادي الاتحاد السكندري بشكل عام. طبعا في ظلم. طبعا اللائحه عندنا بتقول ان الدفاع الاول يلعب ماتشين في اسكندريه، بعدين يلعب ماتشين في القاهره، وبعدين ماتش فاينل في القاهره، مفيش مشكله. لكن بتلعب 5 ماتشات مثلا لا قدر الله في القاهره، برضه الامور صعبه على الاولاد بيني وبينك، يعني صعبه على الاولاد وصعبه على النادي وصعبه على جميع النادي الاتحاد الكبيره دي كلها. ان اصل السنه في اسكندريه، الجماهير كلها في اسكندريه، لكن مفيش تكافؤ فرص. يعني يقول لك الاتحاد مقر الاتحاد، هي السنه دي والسنه اللي فاتت بس مقر الاتحاد لعبنا في الاسماعيليه، ولعبنا في اسوان، ولعبنا في شرم الشيخ، فاهم قصدي ازاي؟ نهائيات. لكن طبعا هي على كل حال هي وجهات نظر وتحترم. انا برضه عشان 7-1 دي سنه كبيره جدا، وانا متاكد ان كل اللعيبه اللي هيلعبوا في الماتشات دي ما لعبوش عليها ماتش باسكت. اتكلمتش عن دول يعني؟ لعيبه لعبت على 7-1 ماتشات باسكت. لا سامعني يا كابتن؟ سامعك. ما اتكلمتش عن دول يعني، اتكلمت عن انس وما اتكلمتش عن دول. لا 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 ده ابني دول، ده دول ده ابني ده، وحتى هشككك في محبتي بدول انا. لا احنا عارفين الموضوع. لا عادل ده ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله شيء الرحمن باذن الله. وعادل طبعا من اعمال الفريق المهمه جدا 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 جدا، مهمه جدا الفتره اللي جايه. وبعدين خد بالك هي زي ما قال الكابتن سامح هي منظومه. صح. منظومه. وبعدين خد بالك كل الحاجه تتناسب اليومين اللي جايين دول. يعني هم عندهم 10 ايام اللي جايين، 3 ايام تمارين، وعندهم 7 ماتشات، 7 ايام ماتشات، كله ينسى كل حاجه. ان شاء الله بشيء الرحمن باذن الله ربنا يكرمنا ويكرمهم باذن الله. رجع الدوري اسكندريه باذن الله بعد غياب طويله 2-3 سنين. نادي الاتحاد من سنه 76 يا اول يا ثاني من 76 الفرقه الوحيده اللي في مصر من الاقاليم اللي بتنافس اهلي وزمالك. وطبعا ده انجاز واعجاز عشان الفرقه الوحيده اللي فاضله بتنافس اهلي وزمالك لعبه جماعيه كره السله في نادي الاتحاد. التاريخ قال كده، النتائج قالت كده. اكثر فرقه حاجه على الدوري وكاس الاتحاد، بطوله عربيه للاتحاد. يعني برضه احنا بنحافظ على الاسم ونحافظ على الامكانيات اللي عندنا باذن الله شيء الرحمن، الفنيه والبدنيه واللعيبه، وربنا باذن الله هيكرمهم ان شاء الله المرحله الجايه ان شاء الله. دي مشكله بقى ان يكون المسؤول عن النشاط الرياضي في الاتحاد السكندري بيشجع في الدرجه الثالثه. يعني بيقعد في المدرجات بيتكلم بروحه وبقلبه، مش بيتكلم بقى بمنصبه. يعني انت دايما بتتكلم عن الموضوع انه تحدي دايما، ما ينفعش نخسر. فهي دي حاجه. انا ما بروحش احضر ماتشات وانا بتفرج على التلفزيون. انت قلت لي ما بتفرجش على التلفزيون، ما بشوفش الماتشات، حتى المعادله ما بشوفهاش، كتبته الحمد لله. بس كابتن عصام عايز اقول لك ان السنه دي في روح تانية مختلفه، ويمكن ده من الحاجات البصمات اللي حطها الكابتن احمد عمر. احمد عمر لعيب في نادي الاتحاد، من ناشئين نادي الاتحاد، ولعب في نادي الاتحاد وتغرب 21 سنه بره، وجاء في بطوله 2014 المئويه، وجاء 2002 كان بيهم بطوله عربيه ورجع. وانا عندي احساس ان احمد عمر بني ادم نظيف، بني ادم واعي، بني ادم ذكي، باذن الله ربنا هيكرمه. يعني هي اللي عملوا بالنيات باذن الله عشان هو نيته نظيفه وحابب النادي وحابب الفرقه وحابب الاداره وحابب اللعيبه. ان شاء الله ربنا هيكرمه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كلنا بنقول كده. وبعدين هو كمان يعني الحب ده بتاع ربنا، يعني اللعيبه بتحبه، الجمهور، الاداره، فهو من الشخصيات الجميله جدا. وانا ان شاء الله متفائل، وان شاء الله كابتن عصام بقى واحنا ان شاء الله بنحتفل بالدوري تكون معانا. ده حاجه عامل فقره كمان. بس هو السؤال بقى العشاء هيبقى على مين؟ هو دلوقتي احنا خلاص اتفقنا المدير الاداري ملوش علاقه بالعشاء،
دلوقتي احنا بقى العشاء هيبقى على مين المره الجايه؟ ان شاء الله عصام طبعا. كابتن عصام. خلاص يا كابتن عصام، دول قال العشاء عليك المره الجايه في بعد البطوله. يا مسهل يا رب. قال لك يا مسهل. ماشي يا كابتن، انت متشكر. بشكرك ودايما كده تبقى يعني دايما بنشوف شغلك ودينامو نادي الاتحاد في الحقيقه الله. اللي الناس كلها ما تعرفش قد ايه المجهود اللي انت بتقول بيه عشان نوصل اللي احنا فيه ده النهارده. ان شاء الله هنوصل احسن من كده بكتير باذن الله مع اللعيبه الكويسه المحترمه دي ان شاء الله. شكرا ليك كابتن عصام، شكرا ليك. العفو العفو مع السلامه. ناخد فاصل اعزائي المشاهدين، استمروا مع بعض. ملوك الملعب هم ده الوصف بتاع فريق نادي الاتحاد السكندري بكل التفاصيل. تروح بقى تروح شمال تجيب ارقام، تجيب احصائيات، تجيب الجيل اللي موجود النهارده واللي كل الناس بالرغم من ان انت لو كنت بتتكلم على ان في مواسم قبل دي ابتدينا نشوف تراجع شويه، لكن كل الناس كانت بتتكلم في الاستوديوهات التحليليه وهنا تحديدا وبره عن ان دول افضل لعيبه في مصر. لعيب نادي الاتحاد السكندري مش عشان احنا سكندريين زي ما اتهاجمنا قبل كده، يا جماعه حل الاحصائيات، حل الارقام. انس مفيش غير انس واحد في مصر، دوله مفيش غير دوله واحد في مصر. فهي كده، هات بديل. عايز تكلمني هات البديل بالارقام، مش تجيب لي البديل عشان انت بتحبه، لا هات لي البديل بالارقام والاحصاءات والشغل اللي احنا بنتكلم عليه. لكن هرجع لدوله في حته، لان دوله الحته دي كان نفسي اقابله عشان اتكلم معاه فيها. انا ساعات بحس ان انت مظلوم، مش مظلوم لكن يعني زي ما بيقولوا كده نجم خفيف. يعني زي ما انس كده كان بنتكلم ان هو في حته الاصابات، انس برضو حصل معاه حاجه شبه دي. الناس ما بتشوفش الحته دي، الناس بتشوف بس دوله اللي هو بيطير، اللي هو بيعمل اي حاجه، لكن ما حدش بيشوف الدوله وهو ممكن يكون عنده اصابه، عنده مشكله محدش حاسس بيها، محدش بيتكلم عنها. دوله ممكن يكون محتاج يرجع بطريقه معينه، فالناس ما بتاخدش بالها من الحته دي. فهل انت برضو بتشوف ان انت ساعات كده بتتظلم في حاجات؟ بص، هو مش موضوع ظلم، هو يعني زي ما مثلا دكتور رفيق اتكلم، يعني طبعا انا بحترمه جدا، وان هو يقول حاجه زي كده طبعا ده انا لازم كلاعب اتعلم منها. لما الناس زي كابتن دكتور رفيق راجل محاضر دولي، راجل اسطوره في التدريب، لازم اخد بالي منها طبعا، ان ده هتساعدني انا. فطبعا هو زي ما هو قال، هو الناس اللي بتحبني لازم عايزه تشوفني فعلا انا احسن، يعني في احسن وضع، في احسن حال. فهم للاسف مش عارفين ايه بقى، مثلا هو كان مصاب مش مصاب، هم الناس بتحبني والناس عايزه تشوفني في احسن وضع. فهو مش ظلم على قد ما هو بيبقى بس يعني سوء حظ، ممكن تيجي قبل ماتشات مهمه تتصاب، تقعد فتره كبيره مفيش وقت ان انت ترجع فيه، فلازم انت موضوع صباعك ده كانت اصابه في توقيت قبل الفاينل 3 ايام بالظبط صباعي اتكسر، يا تقعد يا تلعب خلاص، مفيش في النص. كنت بربط على صباعي زي كبيره كده صغيره وبلف صباعين ببعض وبلعب. والناس ما بتاخدش بالها ان انت عندك مشكله، لا، وان انت الرميه ممكن تكون مش موفقه بسبب حاجه زي كده. هو يا تقعد يا تقعد يا تقعد بس هو كده هو لاعب يعني هو لاعب هو اكسترا، هو مش المفروض يلعب. طب هو لعب ليه؟ عشان هو راجل صح كده. يعني هي دي يعني النقطه. يمكن زي ما انت كنت بتقول كده، في حاجات كده الناس ما بتاخدش بالها منها. يعني احمد عادل يمكن من ارجل اللعيبه اللي لعبت معاه في الوقت المهم. ايوه ده مصاب مش مشكله، خلاص الماتش ده وبعد كده نشوف الموضوع ده بعدين. تفكر في الاصابه بعدين يعني ودي كلام هو كان بيقوله، يعني طب اعمل ايه؟ ما احنا محتاجين نعمل فاينل الدوري، مش مشكله اسبوعي بعد كده اعمل عمليه ولا اتصرف، مش مشكله، اهم حاجه الزرع. عايز اسالكم كده اسئله سريعه. انت بالنسبه لك مين كان مثلك الاعلى؟ هنا في مصر ولا قبلها في مصر؟ سمير جودة. سمير جودة طبعا وانا صغير ده كان بالنسبه لنا، يمكن عشان احنا كنا في الزمالك. انا لما اول ما طلعت درجه اولى كان سمير جودة هو كان لسه راجع من بره. كان لسه من بره فعلا، كان لسه راجع من بره، يعني الكلام ده 2011 مثلا. صحيح. كان سمير جودة بالنسبه لي اللي هو انا بقعد اتفرج عليه كده في التمرين. هو ستايل قوي. ستايل قوي جدا جدا يعني. طبعا كابتن اسماعيل احمد، بس هو لسه بيلعب لا لسه بيلعب وانا مشيته من الفرقه. طب دول انت مين مثلك الاعلى؟ اكيد طبعا كابتن اسماعيل احمد، بس لعيب في مكاني كنت بحب اتفرج. انا يعني لو عيت عليه مع الباسكت، يعني لعيب في مكاني احب اتفرج عليه قوي، كان بالنسبه لي موهبه. مهند الصباغ. مهند الصباغ لعيب في البوزيشن بتاعي وانا صغير كلاعب ناشئ، اطلع اتفرج على الدرجه الاولى
بحبه جدا. كان هايل لا، هايل لا جدا. لا كان ساحر فظيع، جداً. كان ساحر. كان ساحر ممتع. يعني كان ممتع الفرجة عليه جدا جدا جدا. فده يعني كان ممكن في البوزيشن بتاعي احب اتفرج عليه وانا في الناشئين. انما الجيل بتاعكم ما اتفرجش على مباريات مثلا للكابتن مدحت ورده وعمرو ابو صعب، الخير بعيد ولا عليه صعب. بعيد عليه بس لكن تسمع لا 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 صعب. ما حضروش هم الاجواء دي. انت حضرت طبعا. بتشوف في يعني الاتحاد ممكن يطلع تاني اسماء زي كده، زي اللي احنا بنتكلم عنها، زي كابتن مدحت ورده، زي كابتن عمرو ابو الخير على مستوى اللعب يعني. لان الجيل ده تحديدا مش عايز اقول يعني عجز ناس كتير بعديه، لكن لان عندنا نجوم زي ما احنا شايفينهم كده النهارده، ولكن دايما المنافسه بقت صعبه، بتبقى صعبه قوي على الاجيال اللي بعد كده بسبب الاجيال دي، بسبب الاسماء دي. طبعا بتشوف ده؟ طبعا. هو خلي بالك اللعب دلوقتي كمان بتتكلم على افراد حققت تاريخ للنادي. احنا ممكن نبدل الموضوع ده، عندنا لعيبه كويسين، نبدل الكلام ده بتاريخ يتكتب في النادي بطولات. الناس هتفتكر ال 15 لعيبه اللي في القائمه. صح. طبعا هيفتكروا احداث زي اللي حصلت شوط 3 بونت، احداث ما بتتنسيش. لكن احنا ممكن نبدل الكلام ده ببطولات، الناس هتفتكر. هي الناس فاكره الاسماء دي بسبب البطولات، طبعا بسبب الانجازات. طبعا. فبالتالي انت حضرتك عايز تقول لي ان النهارده اللعيبه الموجوده النهارده هتبقى بنفس الاسم لو حققت نفس الريكورد. طبعا. واعتقد ده فكر سليم 100% بشكل كبير. الجيل اللي جه بعد الكابتن مدحت وكابتن طارق السباغ وعمرو ابو الخير عمل انجازات يمكن اكتر منهم، بس محدش حس. اللي هو كابتن احمد عمر وعماد محمود وعبد المطلب، واللي بعد كده هو ضم عليه اسماعيل احمد وبيه لما جه بعد كده اخر التسعينات. اخر التسعينات جدا كان عمل بس ده برضو يحسب يعني يحسب للجيل اللي قبله، لان هو عمل هنا شخصيه شعبية. للفريق. ايوه عمل شعبيه عمل للعبة. شعبيه، فاصبح ده امتداد. انا امتداد لازم ابقى بطل، وما ينفعش ابقى المركز الثاني يعني انا خلاص ماليش اي حاجه. انا هقول لك على حاجه، بما ان احنا بنتكلم في وجهات نظر، انا بشوف ان الجيل ده مظلوم اكتر لان المنافسه بقت اصعب. بالظبط. لان بالظبط. الامكانيات اللي بقت عند المنافسين النهارده في اللعبه بقت اصعب بكتير جدا. الموضوع بقى تشالنج، يعني تحدي. يعني النادي الاهلي، مع احترامي طبعا النادي الاهلي في لعبه كره السله، لكن النادي الاهلي من فتره ما كانش موجود. كان النهارده النادي الاهلي قرر ان هو يعمل فريق ينافس بكل الامكانيات اللي بنشوفها دي، بمدير فني بشكل معين، بلاعبين محترفين بشكل معين. ده بيحط عليكم ضغط اكبر. وده ياخدني بقى للسؤال الجاي. كان في ناس بتتكلم على فكره عقده النادي الاهلي، وهو هنتكلم صراحه شويه، وان كان في عقده بشكل او اخر مع النادي الاهلي. هل الماتشات اللي فاتت دي لو احنا هنصدق ان في عقده، كسرت عقده ولا مفيش عقده اصلا؟ لا مفيش عقده. الموضوع انا مستنيك انت ترد على السؤال ده. موضوع يعني بص، في الاخر دي رياضه، وفي فرق لازم تكسب، في فرق لازم تخسر. ولو رجعنا بالزمن ورا شويه قبل الثلاث سنين دول، احنا كان قعدنا سنتين نعتبر كنا بناخد برضه كل حاجه. فبرضه احنا في نفس الوقت احنا ما كناش عقده للنادي الاهلي. فموضوع العقده ده مش موجود قوي. هو انت دلوقتي في على الواقع انت فريق قوي، هم فريق قوي، انت معاك لعيبه منتخب مصر ومعاهم لعيبه منتخب مصر. يعني منتخب مصر اكتر من 50% من اللعيبه اهلي واتحاد. ففرقتين اقوياء، فرقتين بينافسوا بعض، والكسبان هو يعني والاحسن هو اللي بيطلع كسبان. لكن مش الحاجز النفسي اللي بعض الناس بتحاول توصل. على فكره النوعيه دي من الافكار بتيجي بالمعسكر التاني، يعني انا فاكر بصراحه لا يعني بيصدروها بشكل او اخر. بس احنا اظن يعني الموضوع ده ما بيجيش في بالنا خالص. احنا بس ممكن اقول لك الحاجز النفسي بيجي ان انت خسارات كتيره ورا بعض لبطولات مهمه، فتيجي مثلا في بطوله في الوقت الكريتيكال تبقى انت بالنسبه لك انا من كتر ما انا عايز اكسب ومن كتر ما انا مضغوط ممكن تغلط، مش عايز اغلط فتغلط، لان اللعبه سريعه جدا فتغلط. انما فكره انت تبص على نادي بعينه اذا كان اهلي زمالك جزيره، لا مفيش موضوع. انا اتحاد ممكن يكون فكر بالنسبه له كده، او الفريق ده بالنسبه له كده، ولا لا انتوا عادي خالص؟ لا خالص. يعني هي الفكره في الاول في الاخر هو توفيق عدم توفيق بس. يعني تعالى نتكلم مع بعض. يعني يمكن السنه اللي فاتت، السنه اللي الاهلي كسب فيها كل حاجه، في المرتبط احنا لاعبين ماتشين، احنا كسبين ماتش وما كسبين ماتش. الكاس ما لعبناش بعض. في الدوري في الريجولار سيزون لاعبين ماتشين، احنا كسبانين ماتش وما كسبانين ماتش. يعني هو الموضوع في الاول وفي الاخر موضوع توفيق في الاول، حاجه بتاعت ربنا. موضوع طبعا بازل بتبقى كبيره، وفي تروس كتير قوي بتخش في العمل الرياضي بتاعنا.
ممكن يكونوا هم في الفاينل الدوري عملوها بشكل احسن مننا. ومعلش يعني يا جماعه تعالوا نفتكر ان احنا الماتش طبعا بتاع الكاس السوبر اللي الاسلام توفى فيه، احنا كنا كاسبين 20 بونت وفاضل كان ماتش عالمي. فيا جماعه هو يعني ايه العقده واحنا ده كده العكس بقى، ده العقده عكس بقى يعني. حلو قوي. شفت التصريح ده واحنا بنخلص الحلقه؟ انا سو بيقول لك قبل النهائي بنتكلم في الحته دي. لازم اسيب لك السؤال الصعب في الاخر، ده جديد بتاع انس اسامه. اوكي لازم اساله، تجديد مش هينفع مثلا. ماله؟ عايز اقول لك ان كل الناس بتكلمني وبتسالني في السؤال ده. هل انس موضوع التجديد بالنسبه له مش هتكلم عن تفاصيل، لكن هل انت بالنسبه لك الموضوع سلس ولا شايف ان ممكن يبقى فيه مشكله؟ والله يعني انا حاليا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي الموضوع مش بفكر فيه خالص. فكرش فيه اصلا؟ لا خالص. يعني احنا برضه في وقت حرج جدا من السيزون، زي ما كابتن عصام قال والسمع قال، هو الوقت ده وقت انكار الذات. فانا ابقى بني ادم مش سوي لو احنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي وانا بفكر في تجديدي ولا لا خالص. سمعتوا الاجابه على الهوا؟ الناس اللي بتسال، اسكندريه كلها بتتكلم. الموضوع بالنسبه لي دلوقتي هو موضوع تركيز في نهائي الدوري بحت. عايز اقدم كل حاجه اقدر عليها من اول مجهود لحد تضحيات عشان احنا ناخد الدوري مع بعض. بعد كده ان شاء الله ربنا يقدم فيه خير يعني. كده انت بقيت اتحاداوي خالص. انت بقيت اتحاداوي اصيل. انا كده لسه فاضل سنه. ايوه بس رايحين مع بعض. لا صح، رايحين مع بعض، مش عايز، احنا قاعدين مع بعض بس كده. والله. انت الفتره الجايه فتره بقى العوده والنجوميه، بتفكر ازاي في المرحله دي وانت عندك 5 ماتشات فيهم تحدي كبير جدا، وانت تحديدا نجوميتك بتحط عليك ضغط في بعض الاوقات؟ بص اكيد مفيش تفكير غير ان احنا عايزين نكسب. وزي ما هو انس قال والسمع قال، انكار الذات. هو مفيش نجم من غير فرقه، واحنا الفرقه عندنا هي النجم، ما عندناش لعيب نجم. صحيح. فاي حد يقدر يعمل دور، ولو يعني بان هو يدي ازازه ميه لزميله، مش هيبخل ان هو يعمله. فده اهم حاجه، وده الروح اللي عندنا موجوده في الفرقه. مين يلعب مين ما يلعبش، مين كويس مين، المهم نكسب الدوري باي شكل كان. ده اهم حاجه عندنا، ده تفكيرنا الوحيد. انا طمنت قوي، مش عايز اقول لك في الحلقه دي اعتقد جمهور اسكندريه كله ابتدى يطمن. ان شاء الله ده اللي يحصل، ان الروح دي هي هو الفرقه كلها نجوم. يعني هو خلينا نقول هي الفرقه كلها نجوم. بس ده بيبقى مشكله في بعض الفرق، لكن هم لا هم ما عندهمش مشكله بالعكس. بس هو كمان يعني انا قلت في حلقه ان دول في كانت الناس بتقول لك ايه هو ايه اللي حصل، انه هو عليه ضغط عالي لاسباب كتير. هو عليه الضغط العالي ده احيانا بيأثر نفسيا في اداء اللاعب. لكن انا اتمنى ان هو بعد مكسب كاس مصر ان الضغط ده هو يتحللوا منه ويقدر يؤدي، لان خصوصا ان هم احساسهم انهم بقوا قريبين وانهم يصنعوا نفس الانجاز اللي الاجيال اللي قبلهم عملوه. لانه لو بداوا يحطوا رجلهم في الطريق ده خلاص بقى المسائل هتمشي ان شاء الله. سامح، عايزك توجه انت رساله للجماهير. والله لا ان شاء الله هم بيتمنوا طبعا، هم على طول معانا وبتعملنا احنا ان شاء الله هنشوفهم في المدرجات ومستنيينهم في ماتشات الفاينل. عارفين السفر مشاكل كبيره وتعب، بس هم بالنسبه لهم ييجوا ان شاء الله. هنبذل اقصى مجهود كجهاز او كلعيبه. احنا فعلا بننام وبنفكر، تليفونات دايما مع كابتن عصام مجاهد وكابتن عصام سيكا وكابتن احمد عمر واحمد بسيوني والدكتور، كلنا بنتكلم يوميا الصبح وبالليل بنتابع عشان حلم الدوري ان شاء الله. تعالوا هنبذل اقصى حاجه وهنوعدكم وان شاء الله ربنا يجعل في الخير ونفرح بالدوري مع بعض ان شاء الله. هنحتفل هنا ان شاء الله بالدوري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هتيجي. يعني احنا مسافرين 17 عندنا معسكر. لا بس ماشي عامه هكلمك ساعتها في التليفون وانت في المعسكر، وانا مش عايز اقول لك انا سعيد، ولان انت النهارده كمان تحديدا وريت الناس عقليه انس. يعني انس اللي هو اصلا بحسه ان هو بعد الحلقه دي انت عقليه محترف بره مصر، مش عقليه يعني لاعب بيلعب في الدوري المحلي، لا عقليه محترف كبير. يعني انت تستاهل تكون في مكان اعلى كمان من اللي انت فيه، النجوميه اعلى من اللي لا فيه. انا فعلا ان الواحد بيحس كده بسعاده كل ما بيروح نادي ويبقى موجود مع الناس اللي موجوده معاه في الفرقه واللعيبه والجهاز الاداري طبعا اداره النادي ورئاسه الرئيس محمد. يعني فعلا الواحد مبسوط في المكان، وفعلا نفسي ان انا اقدم حاجه للمكان هنا. وان شاء الله يعني الكاس طبعا كانت بطوله كويسه وكل حاجه، بس احنا كلنا عارفين الدوري يعني الدوري، والدوري هو دي البطوله.
وتنقل توديك افريقيا، وان شاء الله السنه دي نرجع اسكندريه بيها ان شاء الله. ان شاء الله. دول كلمه اخيره بقى. انا طبعا عايز اشكر جمهور نادي الاتحاد، الناس اللي جت وقفت استنتنا لحد الفجر ولحد الساعه 6 و7 الصبح، وبقول لهم احنا مستنيينكم. احنا عارف ان الموضوع صعب وان السفر وتروحوا كل يوم وترجعوا لحد الاستاد بعيد، بس احنا مستنيينكم. احنا ان شاء الله هنعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا ما نرجعكوش ولا يوم زعلانين باذن الله، بس محتاجين دعمكم. وتاني حاجه طبعا عايز اشكر الاداره والاستاذ محمد مصلحي، طبعا الناس واقفه ورانا بتساندنا، الناس يعني جايه على نفس، ربنا يكون في عونهم. طبعا الشيله تقيله جدا وبالذات الاستاذ محمد، فاحنا عايزين نشكرهم وعايزين باذن الله نفرحهم هم والجمهور ونديهم الدوري باذن الله. ان شاء الله هنشوف صورته تاني وهو بيقوم يشجع بعد الثلاثيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن ان شاء الله. نورتوني، واحنا عملنا حلقه من الحلقات اللي احنا ان شاء الله بنتنبأ فيها ان انتوا تكونوا حاصلين على الدوري، وعايزين حابين بس نوري الناس قد ايه في فرقه بتتعب وبتضحي وعندها مجهود وبتعمل كل حاجه عشان توصل وتسعد جمهور نادي الاتحاد السكندري. بشكركم على وجودكم معانا النهارده. شكرا لكم. شكرا ليك طبعا على حلقه النهارده. لا احنا عايزين نشكرهم فعلا وسهرناهم، لكن ان شاء الله ان شاء الله نعمل لكن ان شاء الله نحتفل ببطوله الدوري، وان شاء الله يعني يسعدوا جماهير اسكندريه كلها، اللي انا يعني احساسي ان هم في انتظار فعلا تحقيق البطولات من جديد، والبطولات دي ان شاء الله في وجود الفريق ده هترجع من اول وجديد باذن الله ان شاء الله. شكرا لكم شكرا لكم اعزائي المشاهدين. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده برنامجكم استاد اسكندريه، على امل المتابعه الحلقات القادمه ان شاء الله، وان شاء الله نقدم لكم يعني موضوعات اكثر تشويقا كمان كل حلقه من الحلقات. كل الشكر ليك طبعا استاذ سامر رفعي مخرج البرنامج، واسره الهندسه الاذاعيه المهندس كرم. تحيه خاصه مني ليكم، شكرا لكم.